في إحدى الأيام بنشوف أحد الأشخاص قاعد بيفتكر ذكرياته مع أبوه، وده لما كان بيتكلم معاه وقال له إن الانتقام يأتي بالانتقام، ولكن الانتقام الحقيقي هو الذي ينتهي بطلب المغفرة. فالواد بعد ما بيسمع الكلمتين دول بيقول له خلاص أنا فهمت كل حاجة تمام. أما في الوقت الحاضر بيكون الواد قاعد مع نفسه، فأبوه خلاص اتوفى وهو حاليا في العزا بتاعه، وأثناء ما هو قاعد بيلاقي اللي داخل عليه المكان بيقول له أنا آسف جدا يا سيدي ولكن العزاء انتهى كليا. فالواد بيلف كده وبيكمل كلام مع نفسه من تاني وبيقول في الحقيقة الانتقام بيختفي شيئا فشيء، ولكن إن كان عدوك أقوى فيجب أن تزيد من قوتك. فأنت بكل تأكيد لو كنت ضعيف وما زودتش من قوتك هو هيخلص عليك وهيقتلك، مش هتقدر تعمل قصاده أي حاجة نهائيا، والحقيقة طبعا هتفضل مخفية طول الوقت. وبالطريقة دي قدرنا نعرف ملامح شخصية البطل بتاعنا، بطل ما يعرفش معنى كلمة الرحمة، بيقتل ويدمر أي حاجة في طريقه، والسبب الأساسي ورا كل ده هو الانتقام لقتل أبوه. المهم بعد كده بقى بينتقل بينا المكان لدولة تانية، دولة روسيا. بنروح لأحد السيدات اللي بتجري بكل سرعتها، بتكون مستعجلة وباين عليها التوتر والخوف كده، هي رايحة فين احنا مش عارفين لسه، لكن فجأة بتفتح أحد الأبواب اللي ظاهرة قدامها، ولكن دي بمجرد الدخول بتلاقي النادل اللي موجود بيقول لها احنا لسه مش فاتحين دلوقتي، لكن دي مش بتهتم، بتدخل كمان وبتلاقي واحدة قاعدة جوه وعلى طول بتبدأ تتكلم، بتقول أمور تيجور أنا سمعت قبل كده إن أنا أقدر أتكلم معاه لو جيت لحد هنا. فاللي قاعدة دي بترد عليها بتقول لها لا مفيش منه الكلام ده، انت مش هتقدري تقابليه ابدا مهما عملتي، فانت من الاساس علشان خاطر تقابليه وتتكلمي معاه لازم تدفعي فلوس كتيره جدا، ومن الافضل ليكي دلوقتي ان انت ترجعي لمكانك من تاني، فوجودك هنا ملهوش اي 60 لازمه. فدي بتقول لها بس ثواني انا معايا فلوس اصلا، يعني بكل تاكيد هقدر اكلمه، وبتطلع الفلوس والذهب وكل حاجه معاها حرفيا، بتديها كل حاجه على اساس ان هي تكلمه، وبتقول لها كمان لو كل ده ما كانش كافي دلوقتي فانا هسدد كل حاجه بعدين، بس الاهم ان انا اقابله دلوقتي باي شكل من الاشكال. بتفضل تترجى فيها انا عاوز اطلب منه طلب صغير، انا عاوزاه يقتل المحتال المسمى بغانتر، فهو قدر يحتال عليا، سرق بيته وباعه، قتل ابني وزوجي كمان، انا لازم اقتله واتخلص منه للابد، انا مش عارفه اتقبل حقيقه ان هو لسه على قيد الحياه لحد دلوقتي. فالست اللي قاعده دي اول ما بتسمع الاسم بتقول لها فعلا هو انت بتتكلمي عن زعيم المافيا اللي بيتحكم في المنطقه الشماليه كلها؟ هو انت فاكره الموضوع بالسهوله دي؟ وكمان جايبه لي شويه الفكه دول بكل تاكيد مش هيعملوا اي حاجه نهائيا، انت لازم تدفعي اكتر من كده علشان خاطر تقتليه وتخلصي عليه، ولكن في الحقيقة إن لقائك لحد هنا جه بفايدة عليكي، فإحنا من الأساس كنا بنخطط علشان خاطر نقتله. وفي نفس الوقت بينتقل بينا المشهد لأحد الأشخاص اللي قاعدين، شخص غامض وشكله مش بيهزر، قاعد مع نفسه بيفكر في اللي هيحصل. بعدها بيعدي الوقت سريعا وبيجي الليل، بنشوف رجالة من اللي موجودين في المكان نازلين ضرب نار بكل سرعتهم، بيقتلوا أي حد يجي في طريقهم، مش راحمين أي حد نهائيا. بس فجأة بنلاقي الراجل اللي إحنا شفناه من شوية بينقض عليهم واحد ورا التاني، بيقتلهم بكل قوته، وكل اللي في المكان بيحاولوا يضربوا عليه بالنار. لكن انت بتعمل ايه يا ابني انت وهو؟ ده انت كحيان يلا، بيستخدمهم كدروع بشريه، محدش فيهم بيقدر يلمسه، بيتفاداهم واحد ورا التاني ببوم ضربه قويه جدا. يا ابن اللعيبه ده بطلنا قوي جدا يا جدعان. وبعد ما بيخلص على كل اللي موجودين في المكان بيروح لاحد الاشخاص اللي قاعد ولا همه مش فارق معاه اي حاجه نهائيا، وعلى طول بيوجه له الكلام، بيقول له هو انت امور تجيرو؟ وبنعرف ان الراجل اللي قاعد قدامنا حاليا ده هو غانتر زعيم المافيا بالمنطقه الشرقيه. بيكمل وبيقول له انا متفاجئ جدا، انا سمعت عن ظهور سفاح بيظهر كالاشباح بيقتل ويفترس الفريسه بتاعته في لمح البصر، لكني دلوقتي متفاجئ جدا لان السفاح ده اتضح ان هو شاب اسيوي كحيان، وبنعرف ان بطلنا يدعى كيم شين، سفاح كوري ولقبه هو الشبح. فساعتها رئيس المافيا غانتا بيتكلم معاه، بيقول له ايه رايك لو احنا عملنا صفقه احنا الاتنين سوا، انا هديك 10 اضعاف اللي انت بتاخده دلوقتي، ولكن في المقابل انت تخرج من المكان زي ما دخلت كانك ما عملتش اي حاجه، تنسى اللي انت عملته واللي انت شفته في المكان، وهتظاهر بان مفيش اي حاجه حصلت نهائيا، ومع انني زعيم مافيا لكني جدير بالثقه، اثق فيا وانا مش هخذلك ابدا. ولكن شين ساعتها بيبص له بكل برود، بيقول له اغرب عن وجهي. فغانتر ساعتها بيتضايق جدا، بيقول له هو انت بتقول ايه يا عم العبيط انت؟ على طول بيطلع مسدسه وخلاص هيقتله، لكن ده بيتفاجئ وبيلاقي السكينه اللي طعنته. يا ابن اللعيبه يا شين، ده قدر يخلص عليه بضربه واحده بس، انا ما شفتش قوه زي كده ابدا. وبعد ما بيخلص بيفتكر الكلام اللي قاله والده، وبيقول ان غالبا ما بينتهي الانتقام بسفك الدماء. وبعد ما بطلنا شين بيخلص المهمه بتاعته بيرجع لدوله كوريا من جديد، بنشوفه ماسك ورق في ايده مكتوب عليه مشروع القلعه اللي هيكل التنظيم للقلعه، وبنعرف ان هو رجع للبلاد من جديد لهدف واحد بس، وهو الانتقام
لقتل والده، فهو مات غدر في مهمة سرية ولحد دلوقتي ما انتقمش ليه. وبالفعل بيفضل راكب الطيارة لحد ما بيوصل، وبعد ما بيخرج من المطار بيبدأ يسمع الأخبار في كل مكان. بتسمع الأخبار بتتكلم عن أحد الأشخاص، شخص يدعى كيم جي هون، وبيصير الأخبار من وقت للتاني. والمرة دي طلع اتكلم مع الإعلام وقال إن هو هيفضل يتبرع بالفلوس لمرضى السرطان، هيعمل أي حاجة علشان خاطر ينقذ الجميع. ده غير كده وكمان هو أقسم إن هو يتخلص من كل الفساد اللي منتشر في البلاد. وبطلنا بمجرد ما بيسمع الكلمتين دول بيقف مكانه، وشكل كده الراجل ده وراه حكاية واحنا لسه مش عارفين. ده كمان تقريبا كده بيفتكر ذكريات من الماضي أو مشهد حاليا لسه مش عارفين، واللي بيذكر فيها كمان اسم بطلنا كيم شين. المهم شين بيكمل وبيقول من اللحظة دي كانت الحياة أشبه بالجحيم، وأنا كمان مش ندمان على اللي أنا عملته أو لسه هعمله، فلقد حان وقت رد الدين. أوبا، هو ناوي يعمل ابن المجنونة ده بالظبط. وبمناسبة رد الدين يا صاحبي، عندنا حكاية اسمها محصل الديون، لو عاوز تعرف أحداثها وإيه اللي حصل فيها بالظبط هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في حرف الأي من فوق. هي قصة مشوقة حرفيا يا صاحبي. المهم بقى بنكمل مع بطلنا شين، واللي بيخرج من المطار وعلى طول بيروح يركب عربيه، واول ما بيركب بيقول له ودينا على طول الى هيوم. فالسواق اول ما بيسمع كده بيتصدم، بيبان عليه التوتر والرعب كده، وعلى طول بيتكلم بيقول له هو انت عايش هناك؟ انت لازم يكون عندك فلوس كتيره جدا علشان تقدر تروح المكان اللي هناك. فده على طول علشان يريح دماغه بيطلع فلوس من جيبه بيديها له، بيقول له سوق وانت ساكت بقى انا مش عاوز صداع. وعلى طول بياخد عربيته بيجري بكل سرعته، واثناء ما هو قاعد في العربيه شين بيطلع تليفونه وبيتكلم مع احد الاشخاص. بيكلم واحد اسمه جين تاي، بيقول له خلاص انا رجعت لكوريا من جديد، عرفني دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي، التحقيقات وصلت لحد فين، انا عاوز افهم كل حاجه. فجين بيقول له الموضوع اتغير تماما، اتحول من التحقيق لجريمه تطهير بالكامل يا عم. فهم قدروا يلاقوني على طول، بمجرد ما سالت بعض الاسئله قدروا يوصلوا لي في لمح البصر. بس ما تقلقش من اي حاجه، انا هديهم درس كويس قوي، هعرفهم هما بيتعاملوا مع مين. واثناء ما هو بيقول كده بيلاقي احد الاشخاص اللي مرميين في الارض، بيقول له هو انت فاكر ان الموضوع خلص؟ لا لا يا حيلتها انت. لكن جين بيدوس عليه بيقول له انت كحيان يلا، انا هعمل اللي انا عاوزه في اي وقت وفي اي مكان. لكن شين ساعتها بيقول له يا عمي حيلك شويه، انا عاوزهم على قيد الحياه، فانا لازم استجوبهم بنفسي وافهم كل حاجه. فجين بيقول له خلاص يا عم هخليهم لك احياء، ما تقلقش من اي حاجه. فجاه كمان بيلاقي اتنين داخلين عليه في المكان، بيقولوا له هو ايه اللي حصل بالظبط. فجين بيقول لهم دول هجموا عليا مره واحده، انا مش عارف ليه المكان بتاعكم فوضوي زياده عن اللزوم، هو انا مخطئ في الكلام اللي انا قلته ده ولا ايه بالظبط؟ بس دول على طول بيهجموا عليه عاوزين يقتلوه ويخلصوا عليه. بنعرف بقى ان هيوم دي هي المدينه اللي سجلت اعلى مستويات الجريمه في كوريا كلها، بيسكن فيها المتشردين والقتله والمجرمين وبس. ولو انت كمان دخلت المنطقه بتاعتهم يبقى لازم يكون قدامك هدف واحد بس، لازم تقتلهم قبل هم ما يخلصوا عليك ويقتلوك. وده بالفعل اللي بيعمله جين، نزل قتل فيهم يمين في شمال، ضربات مميته حرفيا، اي حد بيهجم عليه بياخد اللي فيه النصيب وبيترمي لبعيد. وعلى ما جين بينزل ضرب فيهم بيلاقي اللي وصل المكان كان بيدخل عليهم نزل ضرب فيهم بكل قوته، مش بيرحم اي حد وبيأكد على الكلام، بيقولوا لو دخلت المكان لازم تخلص عليهم قبل ما هم ما يخلصوا عليك. ساعتها جين بيتفاجأ بوجوده في المكان، وعلى طول شين بيكلمه بيقول له هم دول بس اللي انت وجعت دماغي عليهم؟ دول 2 3 يا عم ما لهمش اي 60 لازمه. ولكن قبل ما جين يرد عليه بيلاقي اللي داخلين عليهم المكان. شين بيقول له امال ايه اللي انت بتقول عليه ده يا عم انت؟ ودول بمجرد الدخول بيقول لهم هو انتوا مين بالظبط؟ مين اللي سمح لكم تدخلوا المنطقه بتاعتنا؟ هو انتوا عارفين عواقب اللي انتوا عملتوه ده؟ فشين بيبدا يفكر مع نفسه بيقول ان الشخص ده موجود في القائمه برضه، وبنعرف ان الشخص ده يدعى كيم هيوك جو، وده بقى رئيس امن الدي اس. بيقول لهم حلو قوي الكلام ده انتوا كمان ما هربتوش من المكان، فضلتوا ثابتين زي ما انتوا، بس انا عاجبني ردة فعلكم دي، عاجبني ان انتوا فضلتوا واقفين مكانكم، بس اهم حاجه دلوقتي استعدوا للي هيحصل فيكم. بس ده قبل ما يكمل كلامه بيلاقي اللي بيهجم عليه ضربه قويه جدا بيتفاداها على اخر لحظه. جيم بيقول له يا عم انت صدعتني، انت بتتكلم كتير قوي. فهيوك بيتعصب اكتر عليه بيقول له هو انت عملت ايه دلوقتي؟ انت عارف اللي انت عملته ده معناه ايه؟ انا هقتلك وهخلص عليه. بس فجأة بيلاقي اللي بيوجه له كلام بيقول له ما تسحبوش لان انت لو عملت كده هتموت بكل تأكيد. شين بيبص له بنظرة باردة جدا وهو بيتكلم، اما هيوك بيكون مستغرب ومصدوم في نفس الوقت، مستغرب ازاي الجراءة والشجاعة دي، وعلى طول بيسحب السكينة بيقول في نفسه هم مفكريني بضحك عليهم ولا حاجة، وبيأمر الرجالة اللي معاه على طول روحوا هاتوهم لحد عندي دلوقتي حالا، قطعوهم حتة انا لازم انتقم منهم واخلص عليهم دلوقتي. وبالفعل الرجالة على طول بيهجموا عليهم بكل سرعتهم. شين بيفضل ثابت مكانه عمال يتفادى بالضربات بس مش اكتر،
بوم ضربة قوية جدا لأول واحد فيهم، بيديهم ضربات متتالية يمين في شمال كله شغال. الواد قوته جبارة حرفيا. هيوك بيكون مستعجب ومستغرب، رجالته اتدشمله حرفيا في لمح البصر، وعلى طول بيطلع السكاكين اللي في ايده، بيتعصب وبيقول له هو انت من انهي عصابة بالظبط؟ انا هخليك تندم على كل اللي انت عملته. فشين اول ما بيشوف السكينة في ايديه بيفكر مع نفسه على طول، بيقول سكين حلو، الموضوع ده ما فيهوش اي كلام، لكنها مش هتأثر ولا تعمل اي خطر ولا اي حاجة. وعلى طول بيتوقع هجمته الاولى بيتفاداها على طول بكل رشاقة، والتانية بيشوفها في لمح البصر بيتفاداه، وهيوك مستغرب من كل حركاته. وفي نفسه شين بيقول خلاص حان الوقت، وبوم ضربة قوية جدا بالطيار لبعيد قوي. يا ابن اللعيبة دي القوة والجبروت دي يلا. وبعد ما بيخلص عليه شين بيلاقي جين هو كمان خلص على جميع الرجالة اللي موجودين في المكان، بيفضل قاعد مكانه بيقول له خد بالك انت خدت الجزء الممتع من القتال، انت شخص اناني جدا. لكن شين مش بيهتم لاي حاجة من الكلام ده، وعلى طول بيقول له يلا بينا يلا بينا هنشوف هنعمل ايه بالظبط. وعلى طول الاتنين بيتحركوا بيروحوا لاحد الاماكن والذي يدعى محل الرهانات. الاتنين اول ما بيدخلوا بيلاقي المكان فاضي ما فيهوش اي حد، بس المفاجأة شين بيلاقي صورة مرمية على الارض، بيقرب عليها كده ياخدها، واول ما بيشوف الشخص اللي موجود فيها بيبص له بنظرة حزن، بيقول ان الوقت عدى سريعا سريعا. واثناء ما هو واقف كده جين بيقول له ان في احد الاشخاص موجودين في المكان جوه، احنا لازم ناخد حذرنا كويس جدا. واثناء ما هما الاتنين واقفين وبيجهزوا هيعملوا ايه بالظبط بيلاقي اللي طلع عليهم من جوه بيقول لهم يلا امشوا دلوقتي من المكان، انا مش عاوز مزيد من الجثث في قلب المكان بتاعي. فجين بيبص له كده بيقول له يا راجل انت مستوعب للكلام اللي انت بتقوله ده؟ وعلى طول بيساله سؤال بيقول له هو انت بيو جين طالب المعلم مين سيونغ؟ انا ما تعرفتش عليك يا راجل، انت بشع جدا اكتر من الواقع. فبيو بينظروه بنظره مش مائزه كده ومش عارف يرد عليه، اما جين بيفضل ثابت زي ما هو. بيو بيحاول يضربه بس ده ولا بيتهز. المفاجاه بقى انه بيلاقي شين مسك قبضته قبل ما توصل لجين، بيبص له بنظره غضب. وفي الوقت ده بنعرف ان ده هو بيو جين تلميذ المعلم كان غمين سيونغ الاول، وفوق كل ده هو السلاح الاول للاطاحه بالقلعه. اوبا، يعني كده بيو هيكون ليه علاقه بالقلعه والورق اللي كان ماسكه شين في بدايه الفصل بتاعنا ولا ايه بالظبط؟ الظاهر كده ان الاتنين وراهم حكايه كبيره جدا واحنا لسه مش عارفين. المهم بعد ما بنعرف كل حاجة عن بيو بنرجع لأرض الواقع من جديد. بيكون مستغرب جدا ازاي هو مسك ضربته كده بكل سهولة، وبيفكر مع نفسه بيقول هو الموضوع يستاهل فعلا، يستاهل ان انا اخش قصاده دلوقتي في قتال. وعلى طول بيبعد ايده. فشين هو كمان بيلاحظ ان هو اتضايق جدا، بيقول له ثواني يا عمنا ما تفكرش ان انا بستهزأ بيك او اي حاجة زي كده، فانا برضو ما قطعتش المسافة دي كلها وجيت لحد هنا علشان خاطر ادخل انا وانت في قتال. وعلى طول جين بيرمي الشنطة اللي كان ماسكها في ايده، شنطة مليانة بالفلوس، بيقول له خد اللي انت عاوزه جدا. وشين بيكمل كلام بيقول له انت شخص قوي وماهر قوي، ولو ما عندكش اي حاجه تعملها دلوقتي فانا عاوزك تيجي تشتغل معايا. فبيو اول ما بيشوفها كده بيشمئز حرفيا، بيدوس برجليه على الشنطه، بيقول له هو انت فاكر ان كل ده هيفرق معايا؟ لا لا يا حبيبي، الفلوس دي اخر حاجه فكر فيها حرفيا، وبالطريقه اللي انت عملتها دي بتدل على حاجه واحده بس، ان انت عاوز تلاقي حتفك وتموت هنا في المكان. بس شين بيرد له الكلام بيقول له انت عاوز تفهمني كده ان الفلوس دي قليله عليك؟ وبالكلمتين اللي قالهم شين دول بيعصب بيو بطريقه مجنونه حرفيا، بيهجم عليه بكل قوته. شين في اللحظه الاخيره بيتفادى الضربه، بيمسك دراعه كمان وخلاص هيكسره. ساعتها بيو بيكون متعجب جدا، مستغرب لقوته المهوله اللي ظهرت مره واحده دي، ده قدر يتفادى الضربه ورد له الهجوم كمان. شين بيقول له هو انت متحمس جدا للضيف بتاعك للدرجه دي؟ فبيو بيقول له ضيف مين يالا؟ ده انت كحيان وضعيف ومالكش اي 60 لازمه. وعلى طول بكل قوته بيطيره لبعيد قوي. شين بيبدا يقع على الارض وبيمسك من نفسه، بيستغرب جدا للقوه برضه هي كمان اللي ظهرت مره واحده دي، ومش بيلحق وبيلاقي اللي بيهجم عليه بكل قوته، بيقدر يصد الضربه على اخر لحظه. بيكلمه كمان بيقول له ازاي انت عاوزنا ضيفك ازاي؟ عجباك الطريقه دي؟ فشين على طول وهو بيتفادى الضربات بيقول بالفعل هو ده نفس الطريقه اللي انا كنت افكر بيها دلوقتي. واثناء ما الاتنين نازلين ضربه في بعض بكل قوتهم، شين كمان بيفكر في كل تحركاته، بيحاول يتوقع هو هيعمل ايه بالظبط علشان يلحق يتفادى الهجوم، ولكن ده بيلاقي ضربه قويه جدا، ضربه مدمره بكل معنى تحمله الكلمه. ولكن شين بيقول زي ما توقعت بالظبط، هو في مستوى عالي جدا، مستوى ما ينفعش يتساهل معاه مهما حصل. وعلى طول بيمسك واحده من رجليه، التانيه برجليه هو بيجيبه في الارض. يا ابن اللعيبه بيو هو كمان بيلاحظ فرق المستوى، فرق القوه الجبار اللي ظهر مره واحده دي، بيقول ازاي القوه دي ظهرت مره واحده؟ ولكن قبل ما يلاقي اجابه للسؤال بيلاقي اللي نزل عليه بضربه ساحقه حرفيا، بوم ضربه قويه جدا بتفرتك وشه. ولكن لا 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 مستحيل، ده طلع ان هو قدر يصد الضربه بكل سهوله، ده طلعت قوته من عالم اخر، قوه لا يستهان بيها ابدا. شين هو كمان بيلاحظ ان قوته دي غير عاديه،
فهو كده قدر يتعلم كل حاجه من المعلم كان غيمين سيونغ. وبكل برود كده بيلاقي اللي بيرد عليه بيقول له هو انت بتعمل ايه يا حماد؟ انت مفكر بالحركتين اللي انت عملتهم دول هتخلص عليا؟ وعلى طول بيطيره لبعيد. بيقوم يقف على رجليه بيقول له انا ما شفتكش قبل كده ابدا، ولكن الظاهر كده ان انت برضه تلميذ المعلم. اسلوبك القتال اللي انت بتستخدمه حاليا مشابه جدا لكل تحركاته والطريقه اللي كان بيقاتل بيها. فانا دلوقتي عندي سؤال محدد ليك انت بالذات، انت ازاي عرفت المعلم كانغ؟ عرفني دلوقتي على كل حاجه. فشين ساعتها بيبدا يبص له بيقول له انا كنت مدين ليه بمعروف وعلشان كده انا عاوز ارده. ولكن ده قبل ما يكمل بيقول له انا مش عاوز اعمل اي حاجه، انا مش عاوز اتورط معاه مره تانية. ولكن ده فجاه بيقول له القلعه. وبيوجين بمجرد ما بيسمع الكلمه دي عيونه بتبرق حرفيا، اللي هو ازاي؟ وشين بيكمل ساعتها كلام بيقول له ان كل حاجه متعلقه بيهم هم. وزيد على كده انا عندي خبر لازم اقوله لك دلوقتي حالا، والخبر ده عن المعلم كانغ. انا عاوزك تسمع كل حاجه الاول وبعدين تاخد القرار براحتك، وعلشان كده يلا تعالى معايا دلوقتي علشان تعرف كل حاجه. فبيوجين ساعتها بيستغرب هو كمان وعلى طول بيبدا يتحرك معاه وبيقول له انا عاوزك تجهز نفسك، لو كان الكلام اللي انت بتقوله ده تافه وملهوش اي لازمه يبقى استعد لان انا هخلص عليك المره دي. وبالفعل دول بياخدوا بعض وبيبداوا يتحركوا من المكان واحد ورا التاني، بيروحوا لاحد المطاعم وبيقعدوا ياكلوا كمان سوا. ولكن قبل ما يتكلموا شين بيتكلم بيقول له هو المكان ده كويس وامن علشان خاطر نتكلم في اي حاجه؟ فبيو بيقول له لا لا ما تقلقش من اي حاجه، صاحب المكان ده جدير بالثقه، كلم يا باشا في اللي انت عاوزه، واهم حاجه دلوقتي عرفوني انتوا ليه جيتوا بدل المعلم كانغ مين. فجين بيبص لشين كده وبيقول له هو انت هتعرفه على كل حاجه خلاص؟ فشين بيبدا يتكلم بيقول له كانغ مين سيونغ مات خلاص. فبيو بيسمع الكلمتين دول ووشه بيتغير حرفيا، الصدمه بتسيطر عليه بالكامل. بيقول له ايه هو انت بتقول ايه بالظبط؟ انت مستوعب للكلام اللي انت بتقوله ده؟ ازاي كانغ مين سيونغ يموت؟ لا وكمان بتقول ان هو قتل؟ طيب ازاي؟ طيب بنعرف ان هو تم اغتياله في احد العمليات السريه، وكل الجنود اللي خلصوا عليه وقتلوه هم تابعين للقلعه، وللسبب ده انا بدور عليهم علشان خاطر الانتقام. بس شين لسه نازل عليه الصدمه برضه، مش عارف يقول ايه بالظبط. بيقول ازاي الشخص ده ميت خلاص؟ ازاي قدر يتخلى عنا بالسهوله دي؟ الامور وكل حاجه كانت في ايده هو ازاي قدر يسيبنا بالسهوله دي؟ برضه انا مش فاهم اي حاجه. فجاه جين بيقول له يا عم انت ما تركز في الكلام اللي انت بتقوله، ما يموت يعني ايه المشكله؟ هو يغلى على اللي خلقه؟ ولكن على غير المتوقع بيو بيتعصب اكتر، بيقول له استمر في الكلام اللي انت بتقوله، هتلاقيني على طول دلوقتي هخلص عليك وهقتلك. وده بالفعل كان بيمسك السكينه اللي قدامه وعلى طول هينقض عليه. حتى جين هو كمان هيطلع الخنجر اللي وراه، ولكن فجاه بيلاقي اللي بيمسكه. شين بيقول له خلاص كفايه لحد كده، الموضوع ملهوش اي لازمه، ما تعملوش من الكلام التافه ده مشكله على الفاضي. المهم دلوقتي يا بيو انا عايز اعرف اجابتك، هو انت هتقدر تعيش بعد كل ده؟ فالواد بيرد عليه بيقول له كلنا خسرنا كل حاجه، المعلم كان يمين سيونغ خلاص مات، ولكن الناس دول ما زالوا بيتحكموا في العالم بالكامل. فشين بيكمل كلامه بيقول له بالفعل وعلشان كده انا جيت هنا لسبب واحد بس، انا عاوز اسيطر على هويم بالكامل، لازم نصعد الى قمه العالم، والمنطقه دي هي نقطه البدايه علشان خاطر ادمر القلعه. فهم السبب الرئيسي ورا كل اللي حصل، وعلشان خاطر اقدر اعمل كل ده واحقق الانتقام انا عاوزك معايا، احنا الاتنين هنقدر نسيطر على كل حاجه وندمر اي حاجه تيجي في طريقنا. بس ده بمجرد ما بيسمع الكلام بيضحك عليه بكل استهزاء، بيقول له بتقول ايه؟ انت عاوز تستولى على هويم بالكامل؟ انت الظاهر اتجنيت ولا في حاجه في مخك؟ وعلى طول بياخد بعضه وبيمشي من المكان. بيقول له كمان مع المهارات اللي عندك دي الحقيقه هيكون صعب عليك ان انت تدمره، وانت عاوز تقول لي احتل هويم وادمر العالم بالكامل؟ انت كحيان يلا. والاهم دلوقتي انا عاوزك تمشي من المكان، ما اشوفش وشك ولا في اي حته، لان انا لو شفتك بكل تاكيد هخلص عليك واقتلك. وبعد ما بيمشي من المكان جين بيتكلم شويه بيقول ان هو شخصيته فاسده جدا، هو شخص حسالة لعين ملهوش اي 60 لازمه في الحياه. بس المفاجاه شين بيرد عليه بيقول له لا لا مفيش اي حاجه من الكلام ده، هو بس مصدوم مش اكتر، فاحنا كنا زيه من شويه، كنا مصدومين لما سمعنا الخبر، احنا دلوقتي هنديله شويه وقت. بس شين بيفكر مع نفسه بيقول ان انت تيجي متاخر مش حاجه حلوه نهائيا، ولسه هيكمل مع نفسه تفكير بيلاقي اللي بيتكلم معاهم بيقول لهم هو انتوا اتباع المعلم كانغ مين سيونغ؟ وبنلاقي ان الراجل اللي بيتكلم ده هو صاحب المطعم. فجين بيستغرب وبيقول هو من الشخص الضخم ده؟ ولكن شين بيطمنه بيقول له ما تقلقش من اي حاجه يا عم انت. بيكمل الضخم ده كلام بيقول له ما تقلقش من بيو من اي حاجه، فهو دلوقتي متعصب له حبتين ثلاثه، ولكنه لما يهدى شويه هيعرف يفكر، هيفهم كل حاجه وياخد القرار في اسرع وقت. بيكمل بعدها كمان وبيكون مصدوم هو كمان بيقول انا مش مصدق ان المعلم كان غمين سيونغ خلاص مات، اتمنى ان هو يرقد بسلام نهائيا. فشين بيلاحظ ان هو بيتكلم عنه بطريقه كويسه بيقول له هو انت كنت
قريب من المعلم او اي حاجه شبه كده. فده بيقول له ايوه بالظبط، هو كان زي الاخ الاكبر لعمال التخريب اللي موجودين في المكان، علاقتنا كانت كويسه ببعضينا جدا. وكمان علشان اعرفك حاجه مهمه وتطمنك في نفس الوقت، بيو بعد ما يقعد يفكر مع نفسه ويفهم كل حاجه هيجي ويساعدكم بكل تاكيد. فهو كان واخد المعلم بالنسبه له كعائله بالكامل، وللسبب ده يا جين انت بالذات مش عاوزك تتعامل معاه بالطريقه دي، عامله احسن من كده بدل ما يخلص عليك. المهم بقى يا شين، قبل ما تكمل القصه بتاعتك دي او تنفذ اي مهمه، انت محتاج اي حد معاك علشان خاطر يوجهك للطريق، وانا كمان عارف الشخص المناسب للمهمه دي. فشين بيقول له يا عم حلو الموضوع ما فيش كلام، بس الموضوع هيكون مزعج جدا لو كان الشخص اللي انت بتقول عليه ده ما كانش زي بيوجين. فالرجل الضخم بيرد عليهم بيقول لهم انت عندكم مشكله صغيره جدا، انتوا ما بتعرفوش تاخدوا وتدوا في الكلام ولا تعملوا اي حاجه، لازم يكون في مرونه في التفاوض او اي حاجه حرفيا، فالقبضات او الضرب او العراك مش هيقدم اكبر استفاده ممكنه. وانا كمان هوديكم عند شخص عنده كل المعلومات عن المكان، هويم وريث المالك السابق لهويم واللي خسر سلطته من قبل رجال امن الدي اس. هوبا، هو هيوديهم لمين بالظبط؟ الظاهر كده ان الموضوع عمال يتوسع، يا ترى هيودينا لحد فين بالظبط؟ بعدها وفي احد الاماكن بنشوف مجموعه متجمعين في قلب المكان، واحده كمان بتطلع سيجارتها وبتولع وبتشرب ومش شاغله بالها بالدنيا، بتبدا تتكلم كمان بتقول ان في حسالة مجانين موجودين في قلب الحيه. بتلاقي واحد بيبص عليها بكل غضب، بتقول له هو انت بتبص على ايه ايها الخنزير؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه بالظبط؟ وبنعرف ان دي هي اتشا سومين، الابنه والبديله للرئيس السابق من فصيله بيجين. فالراجل ده بيبص لها باستهزاء كده، بيقول لها طب ما تروحي تلعبي في اي مكان يا شطره، فانت خليتينا ننزل الشباب دول بدون اي سبب، يلا روحي اي مكان دلوقتي بدل ما اخلص عليك انت كمان. وبنعرف ان الراجل ده هو كان غمان جي، وهو قائد الامن الدي اس ومن الرتبه الثالثه كمان، وملاكم محترف سابق. الرجاله اللي عدمهم العافيه ومرميين تحت رجليه دول بيفضلوا يتاسفوا جدا للبنت وبيقولوا لها احنا اسفين جدا، ودي لسه هتتكلم بتلاقي الراجل كان غمان بيرد عليها بيقول لها مفيش اي حاجه للكلام، انا عاوزك تسيطري بس على ساحه المكب وبعد كده بقى نبقى نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. لكن دي فجاه بترمي السيجاره عليه بتعصبه اكتر، بس دي بتقول له ثواني، هو انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ انا هعلمك الادب دلوقتي على كل كلمه قلتها. هوبا، هي تخلص عليهم فعلا وتقتلهم ولا ايه الحكايه بالظبط؟ بس برغم كل اللي قالته واللي عملته دلوقتي بتفكر مع نفسها بتقول لو الخنزير المتعفن الكبير ده ما كانش موجود في المكان اكيد كنت هسيطر على الامور وعلى كل حاجه بنفسي، لكن دلوقتي الموضوع خرج عن السيطره، لكني برضه لازم اواجه كل حاجه بما اني بدات الكلام. وعلى طول كان غمان بيمر الرجاله بتاعته بيقول لهم خلصوا عليها، هاتوا هالي مرميه تحت رجليا دلوقتي حالا. وبالفعل الاثنين بيبداوا يستعدوا، بيقربوا منها بكل حذر، بيقولوا لها ما تقلقيش احنا هنتعامل معاكي بكل لطف، فانت في الاول والاخر بنت ومالكيش اي 60 لازمه، فمش هنكون قاسيين معاكي ابدا مهما عملتي. فجاه واحد بيقرب منها كده وبيحاول يستهزأ بيها، لكن بوم ضربه قويه جدا من البنت بتنقض على التاني وبتديله ضربه انقح من اللي قبلها، مش رحمه اي حد فيهم نهائيا، بتتفادى كل الضربات ونازله دشمله فيهم واحد ورا التاني، بتفضل مكمله لحد ما بتوصل للخنزير الكبير. كان غمان بتحاول تهجم عليه، لكن انت بتعملي ايه يا بنتي؟ هو انت فاكراه زي الكحيانين اللي انت قابلتيهم من شويه؟ ده بيتفادى الضربه بكل سهوله، لكن فجاه ده بيتعور في وشه بيتعصب اكتر، بوم ضربه قويه جدا بتجيبها في الارض، بتترمي في الارض ومش قادره تتحرك. كان غمان بيكمل كلام بيقول لها للسبب ده انا عاوزك تتبعي كل الاوامر بتاعتي، ده انا كمان ما كنتش عاوز امد ايدي على واحده زيك انت، ولكن باللي انت عملتيه لازم نعمل فيكي كل حاجه تيجي في بالي حرفيا. بينزل عليها الضربه قويه جدا حرفيا، ولكن في الوقت ده بيدخل احد الاشخاص في المكان بيقولوا ان هو مزاجه متعكر حاليا جدا، وبنعرف ان اللي واقفين في المكان هو بطلنا شين ومعاه جين بيتكلم باعلى صوته بيقول مين هو وريث عائله بوجين. فالبنت بمجرد ما بتسمع الكلمتين دول بتاخد الصدمه حرفيا، مستنيه اللي هيحصل معاها بالظبط، وبتقول كيم شين. البنت بمجرد ما بتشوف شين بتبدا تفتكر ذكريات الماضي، بتفتكر لما هم كانوا لسه صغيرين وكانوا مع بعض في المدرسه. جين ساعتها بيلاحظ ان هم الاثنين عارفين بعض، بيقول له من امتى يا عمنا؟ ما تعرفنا ان انتوا عارفين بعض حتى، ده كده كمان العمل بتاعنا اللي احنا جايين نعمله هنا هيكون سهل جدا. فتشا بترد عليه بتقول له هو انت بتعمل ايه هنا يا عم انت وايه اللي جابك هنا؟ ولكن اثناء ما هي بتكلم شين بتلاقي كان غمان بيشدها من شعرها بيقول لها ركزي معايا هنا ما تتشتتيش مع اي حد تاني، وعلى طول بيوجه الكلام لشين وجين بيقول لهم هو انتوا مين بالظبط؟ مين سمح لكم ان انتوا تيجوا لحد هنا؟ ده انا كمان ما شفتكمش قبل كده. بس تفتكر ان بطلنا شين هيتهز بالكلمتين دول؟ لا يا صاحبي، ده بيكلم جين على طول بيقول له والله استعد، انا عاوزك تعلمه الادب على الكلمتين اللي قالهم دلوقتي. جين هو كمان بيستهزأ بيه بيقول له يا عم انا زهقت من ضرب الخنازير هو كل شويه. فشين بيقول له يا عم ما تشغلش بالك باي حاجه، يلا استعد وخلص عليه، بس اهم حاجه احنا مش عاوزين نعمل ازعاج، ما تستعملش السكاكين، استخدم قبضاتك بس مش اكتر. فده بيقول له يلا بينا نبدا. شين هو كمان بيدخل معاه لقلب المعركه،
ونازل ضربة في كل الرجالة اللي موجودين في المكان. جين بينطلق على العجل الكبير بكل سرعته، بس ده بيفضل ثابت مكانه بكل قوته. بيقول هما الحسالة دول ما يعرفوش معنى الخوف ولا ايه بالظبط، وعلى طول بيهجم على جين بكل قوته، لكن ده بيتفادى الهجوم بكل سهولة. بيقول له يا عم انت رغاي صدعتني، انت بتتكلم كتير ليه لحد دلوقتي؟ فبيهجم عليه بقبضة قوية جدا. ده بيصد الهجوم، بس فجأة بيلاقي رجل قوية جدا. كانغ بيكون فاكر ان هو كده صد كل الضربات، لكن ده فجأة بيلاقي وابل من الضربات نزل عليه بكل سرعته، وشه بيدشمل حرفيا. وفي نهاية ما هو بيخلص بيقول له انت كده خلصت، انتهيت يعني من كل حاجة، وبوم ضربة قوية جدا. لكن فاكر ان جين هيتصاب بالسهولة دي. لا لا مستحيل، قولها معايا، ده بيتفادى الهجوم كمان بكل سهولة، ورجل قوية جدا. لكن الظاهر ان كانغ هو كمان قوي، ده عمال يتفادى وبيصد كل ضربات جين. المفاجأة بقى ان جين بيرد عليه بيقول له انا ما زهقتش ولا استخدمت كل قوتي، انا يا دوبك لسه بستعد بس مش اكتر، انا عاوزك تستعد للي هيحصل فيك دلوقتي. وبالفعل بيبدا يتفادى كل الهجمات بتاع كانغ. هو كمان كانغ بيكون مصدوم جدا، مش عارف يعمل معاه اي حاجه. بوم بيلاقي ضربه قويه جدا في نص بطنه. كانغ بيكمل من جديد ان هو يهجم عليه، لكن حركاته بطيئه جدا، مش قادر يعمل معاه اي حاجه. جين سرعته من عالم اخر، بيتفادى كل ضرباته. كانغ بيتعصب اكتر، بيقول له انت عمال تهرب مني ليه؟ ما تقف تواجهني زي الرجال. واثناء ما هو لسه واقف بيفكر مع نفسه، بيقول ان انا لو فضلت بالطريقه دي الموضوع هيستغرق مني وقت كبير قوي، نص يوم على الاقل علشان اقدر اخلص عليه. لكن لا لا لا، كل ده ما يشغلنيش، انا لازم دلوقتي اهتم ان انا اخلص عليه. بيجري بكل سرعته بهجوم مدمر حرفيا. المفاجاه ان جين اثناء ما هو بيهجم عليه بنلاقيه مطلع سكين، بيهجم عليه بسكين رغم ان شين حذره. فكان بمجرد ما بيلاحظ ان هي سكين هو كمان بيتشتت، بيرخي دفاعه على الاخر، وجين بيكمل بكل سرعته الهجوم زي ما هو. المفاجاه بقى ان هو مش بيستخدم السكين، ده بيستخدم رجل قويه جدا بتجيبه في الارض حرفيا. يا ابن اللعيبه، اما دماغ شياطين بصحيح. اما في الوقت ده البنت تشابك تكون قاعده مع نفسها بعد ما خلصت، بتتكلم مع شين بتقول له هو انت ايه اللي جابك لحد هنا؟ إيه اللي خلاك تيجي لقائد العصابه؟ فشين على طول بيدخل لصلب الموضوع، بيقول لها انا اقدم اقتراح للعمل بتاعي، انا بخطط للسيطره على هويم بالكامل، وعلشان كده انا محتاج له القوه والمعلومات علشان خاطر اقدر اسيطر عليها بالكامل. وعلشان اعمل كده محتاج لحاجات كتيره قوي، انا محتاج فصيل بوجين معايا في قلب كل المعارك اللي انا هعملها. فالبنت بتكون مستغربه من كلامه، بتقول له بقى انت بتدور عليا بعد 8 سنين علشان تقدم لي اقتراح عمل بس مش اكتر؟ ده كمان انا عارفه ان انت مش صادق معايا في اي حاجه يا شين، هو انت مفكرني مش عارفه اي حاجه؟ فالهدف الاساسي هو مش هويم، لا، انت هدفك الاساسي هو كيم جي هان، هو الشخص الاساسي ورا كل اللي بيحصل ده، فانت اخيرا خلاص هتاخد انتقامك منه المره دي بكل تاكيد. فالواد بعد ما بيسمع كده ما بيعرفش يرد عليها، ولكن بعد تفكير كتير بيقول لها كل اللي انا عاوزه بس هي معلومات هويم وامن الدي اس بس مش اكتر، وكمان تزيد عليهم القوات العامله بالطبع، انا هدفع كل حاجه علشان خاطر المعلومات والمساعده، وكمان مش هيكون اي مشاكل عندك، مش هسبب لك اي مشاكل نهائيا. بس في نهايه الموضوع البنت بتوافق، بتقول له انه هي صفقه كويسه جدا، صفقه هتفيدني بكل تاكيد، ولكني عندي شرط واحد بس، انا عاوزك تحمي مكان المخلفات ده بالكامل، فهو مكان مهم جدا بالنسبه لي. فشين بمجرد ما بيسمع كده بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، انا ههتم وهعمل لك كل حاجه تطلبيها حرفيا. بس دي بتاكد عليه من تاني، بتقول له انت هتراقب المكان طول الوقت، انت شفت كل حاجه بنفسك، انت كمان ما تعرفش هم هيرجعوا امتى، ما تعرفش هيكون معاهم رجاله قد ايه ويرجعوا يدمروا المكان من تاني. فالواد بيسمع كده وبيقول لها ايه هو انت بتقول ايه بالظبط؟ بس تشاب بتطمنه، بتقول له ما تخافش يا عم من اي حاجه، يلا تعالى دلوقتي ورايا. وبالفعل بتتحرك وبتطلب من جين يجي معاهم كمان. شين في نفس الوقت بيفكر مع نفسه، بيقول انا ما كنتش متوقع ابدا ان هي توافق على العرض بتاعي بالسهوله دي، لكنها برضه بعد ما وافقت حذره جدا في كل حاجه قالتها، انا واثق ان في حاجه في الموضوع لسه مش عارفينها. أما على الجانب الآخر بنروح لأحد الأماكن، بنشوف الملاكم كان غمان مرمي في الأرض، معاه الرجالة كمان اللي اتضربوا معاه في أرض المعركة. رئيس المكان واقف بيتكلم، بيقول له يعني أنت عاوز تقول لي إن دول مش من أعضاء عصابة تشاه؟ طيب مين دول وإزاي دخلوا للمكان برضه؟ فكان غمان بيأكد على الكلام فعلا، بيقول له بالفعل دول أول مرة أشوفهم في المكان، ما شفتهمش قبل كده في أرجاء المكان نهائيا. فالرئيس بيكون متعصب جدا، بيقول إيه الملل ده كله ده؟ كل يوم كده مفيش يوم هادي حرفيا، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأحياء المجاورة كلها. بيظهر في الخلفيه واحد كده وبيبدا يعتذر للرئيس، بيقول له انا اسف جدا، وبنعرف ان الشخص ده يدعى داي غيون، مدير امن الدي اس من الرتبه الثانيه. المهم بقى بيكمل الرئيس كلام، بيقول ان انت تدوس على نمله سهل جدا، ولكن ان كرامتك تترمي في الارض وانت كمان من عائله ديوك سيو دي حاجه صعبه جدا. بيبص له الرئيس بكل غضب، بيقول له هو انت لسه مفكر نفسك من عائله يون ديوك بعد كل اللي حصل ده؟ لا لا مستحيل. بنعرف ان الراجل ده كمان يدعى يون ديوك سو، وهو رئيس امن الدي
الرئيس والرئيس السابق لفصيل الشرق. فكان غمام بيبدا يرد عليه، بيحاول يترجاه ويتاسف له، بيقول له سامحني على كل اللي حصل. لكن الرئيس بيرد عليه بيقول له انت ما عندكش الحق اصلا ان انت تتكلم معايا. على طول بيمسك حاجه من على المكتب، بوم، ضربه قويه جدا بتدشمل له راسه حرفيا. بيقول له انت تسكت احسن لك خالص، مش عاوزك تتكلم ولا تعمل اي حاجه، فانت بكلامك بتعصبني اكتر وتستاهل الضرب واي حاجه تحصل فيك حاليا. واثناء ما هو بيتضرب كل الرجاله اللي في المكان بيكونوا مصدومين مرعوبين وخايفين لاي حاجه تحصل فيهم زي كده. فكان غمام قدامهم في الارض سايح في دمه وخلاص ده شكله بيفارق الحياه. بعدها الرئيس بينادي على غيون، بيقول له ركز في كل كلمه هقولها دلوقتي. فغيون بيقول له امرنا ايها الرئيس. الرئيس بيكمل بيقول له انا عاوزك تروح مكانه، اهتم بالشباب من فصيل بوجين، عاوزك تعمل المهمه على اكمل وجه. فده بيبص له كده وبيقول له حاضر، ههتم بكل حاجه ما تقلقش. بعدها وتاني يوم الكل بيكون في سابع نومه حرفيا، ولكن بطلنا شين بيقوم بنشوفه بيخرج لبره، بيكون واقف وسط العربيات وساحة القتال، بيقف يفكر مع نفسه، بيقول عدى على اليوم ده 8 سنين لحد دلوقتي، ومن اليوم ده وانا بفكر كل يوم بسأل نفسي هل فعلا هقدر انتقم لموت ابويا؟ هل فعلا هقدر اقتل الشخص اللي قدر يقتله؟ ولا كل مجهودي والتعب اللي انا بعمله حاليا هيروح على الفاضي؟ واثناء ما هو بيفكر بيتخيل الشخص ده واقف قدامه بينزل فيه ضرب بكل قوته، ضربات يمين وشمال، الواد بيتدرب على كل خطوة هيعملها، واللي الظاهر كده ان قوته من عالم اخر، ولو مسكه فعلا مش هيرحمه نهائيا. بيفضل يتدرب كده ومستمر على كل الحركات، واثناء ما هو بيتدرب بيلاقي اللي دخل عليه المكان. ايوه ده هو غيون يا صاحبي، غيون اللي تكلف بالتخلص من شين وكل اصحابه. فبيقول له هو انت مين بالظبط وايه اللي جابك هنا بالتحديد؟ فده بيبص له كده بكل برود، مش بيجاوب على اي حاجة هو سألها، وبيبدأ يتكلم كمان. بيقول له انت فعلا بتعرف تقاتل، موهبتك مدمرة حرفيا. ده بالفعل مفيش اي عجب ان الرئيس كان خسر قصادك انت. فطبعا شين اول ما بيشوفه بيعرفه على طول، فهو طبعا من الناس اللي قدر يجمع عنهم معلومات، وعلى طول بيقول له هو انت جيت لوحدك المكان؟ فغيون ساعتها بيرد عليه بيقول له ايوه جيت لوحدي، فانا لو جيت ومعايا كل الناس بكل تأكيد كنت انت اللي هتتعب، رجالتي ما كانش هيرحموا اي حد وانت اللي كنت هتشيل الليلة كلها. وبنظرة حد كده بيبص له بيقول له لو انت فعلا كنت عاوز تعيش وتفضل على قيد الحياة يبقى لازم تمشي من المكان ده قبل غروب الشمس. بس بطلنا ولا بيتهز، بيفضل ثابت زي ما هو، وغيوم بيفضل يستفز فيه بالكلام، بيقول له انا مش عارف اقول لك ايه والله، شكرا ان انت خليتني اشوف كل مهاراتك، انا مش عارف من غيرك يا راجل كنت هعمل ايه، ده انت كمان بالمهارات والقوة اللي عندك دي ممكن تكون زعيم في اي مكان تاني، ولكن المنطقة اللي انت واقف فيها حاليا مستحيل تقدر تعمل فيها اي حاجة، وزي ما قلت لك لازم تخلي الكلمتين دول حلقة في ودنك، انت لو ما مشيتش من المكان قبل غروب الشمس هحولك لاشلاء حرفيا، مش هرحمك انا ورجالتي. بس بطلنا ولا بيتهز، بيفضل ثابت زي ما هو، بيقول له انت في رجاله كتيره زيك في المكان مفكرين ان مفيش زيهم، ولكن بكل تاكيد انتم مخطئين، محدش فيكم هيقدر يعمل معانا اي حاجه نهائيا. اما عن وجودك في المكان دلوقتي فانت خلي بالك من كل حاجه، فانت خد بالك ان انت لوحدك، يعني العصابه بتاعتك مش موجوده معاك. فغيون طبعا بيسمع الكلمتين دول وبيتضايق منه، بيبص له بنظره ثاقبه عايز يروح ينقض عليه ويقتله، لكنه بيتمالك اعصابه، بيبدا ياخد بعضه ويمشي من المكان، بيقول له يلا سلام اشوفك في وقت تاني، بس اهم حاجه استعد للي هيحصل فيك. فبطلنا شين ولا بيتهز هو كمان، بيفضل ثابت زي ما هو، وبيقول ان الراجل ده من المرتبه التانيه، وده بيدل على حاجه واحده بس، ان هو مختلف عن كل الرجاله اللي ظهروا، قوته هتكون مختلفه تماما، لازم اعمل حسابي لكل حاجه هيعملها، ولو انا ما عملتش كده احنا اللي هنشيل الليله كلها. بعدها والنهار بيكون طلع بنشوف الرجاله متجمعين وعاملين اجتماع، بيخططوا وبيفكروا وهيشوفوا هيعملوا ايه في المصيبه اللي حلت عليهم دي. وبنشوف كمان احد الاشخاص بيبدا يتكلم، وبنعرف ان الشخص ده يدعى لي تشول مين، وده بيكون مخبر من فصيل بوجين في منطقه هوام. بيبدا يتكلم ليه وبيعرفهم على كل حاجه، بيقول ان الامن كان منظمه سنويه وكانت تسمى كمان بفصيل الشرق، ولكن قبل سنتين من دلوقتي هم قدروا يستولوا على هوام في غمضه عين حرفيا. الرئيس ديوك كان سيء السمعه، قوته كانت مدمره، وللسبب ده محدش كان يقدر يعمل معاه اي حاجه. ده غير كده وكمان هم كان عندهم قدره على النمو جباره فعلا، وكل الفضل بيرجع لاحد الاشخاص اللي موجودين معاهم في الفريق، فهو اللي ساعدهم وخلى قوتهم تتطور بشكل ملحوظ. وكمان كان في مجموعه من المنظمات، ولكن اغلب المكان حاليا بينتمي الى امن الدي اس، استولوا على كل الشركات، نفذوا مشاريع اعاده التطوير، وكمان دول باعوا المخدرات علشان خاطر يجمعوا الفلوس. فجين اول ما بيسمع كده بيستغرب جدا،
بيقول له باعوا المخدرات وعملوا جرايم علشان يجمعوا فلوس، وكل ده تحت عباءة الشرف. ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فين رجال القانون؟ فبالفعل البنت اللي موجودة بترد عليهم بتقول ان هم بيجيبوا الفلوس من كل مكان، فهم عندهم سياسيون وعندهم رجال في الدولة هم اليد العليا ورا كل حاجة بتحصل، هم بيكونوا شركاء في السطح، وده علشان خاطر رجال العصابات ما يحصل لهمش اي حاجة. وعلى طول بيبدأ يسأله بيقول له هو انت عندك خطة لكل اللي بيحصل دلوقتي حالا؟ فالشخص اللي قاعد ده بنعرف ان اسمه وان بيكون مستشار من فصيل بوجين، بيقول لهم احنا ما عندناش اي خطة، ما عندناش اي تصرف ممكن نعمله في اليومين اللي جايين، كمان احنا مش هنقدر نفوز في المعركة دي لو الوضع فضل زي ما هو، لو فضلنا نتكلم عن المال او الارقام مش هنعمل اي حاجة نهائيا. واشين ساعتها فعلا بيأكد على الكلام وبيقول لو كنتوا عاوزين تروحوا عندهم فعلا علشان خاطر تدوروا على اي نقطة ضعف ونحط حد ليهم ده هيكون افضل حاجة فعلا. وبيقوم يقف وبيوجه للجميع الكلام وبيبدأ يقول ان جين هيساعدك في كل حاجة وانت في المقابل هتساعدنا على جمع المخدرات. ايوه هي دي الطريقة اللي هنقدر نوقع بيها الشركة دي قبل ما يعملوا معانا اي حاجة. فالبنت بتقول له هو انت بتخطط لايه بالظبط؟ هو انت عاوز تجيب مخدرات وتبدأ تبيعها؟ فده بيقول لها انا هعمل اي حاجة حرفيا، انا لازم اروح والاقي اكبر نقطة ضعف بالنسبة لهم، فانا لو ما عملتش كده مش هقدر اعمل اي حاجة، مش هقدر اوقعهم، مش هقدر انتقم لابويا اللي انا عاوز انتقم له. ده كمان بيبدأ يوري لهم صورة غيون، بيقول لها انا قابلت الراجل ده النهارده الصبح، ده هم كمان بيخططوا ان هم يرجعوا النهارده، عاوزين يرجعوا المكان ده تحت سلطتهم من جديد. فطبعا دول اول ما بيشوفوه بيتصدموا مستغربين ومصدومين، الشعور متداخل في بعضيه تماما، فهم مش مصدقين ان غيون جه لحد هنا. وطبعا شين اول ما بياخد باله من كده بيقول لهم ثواني، هو انتوا عندكم اي معلومه عن الراجل ده او اي حاجه تعرفوها مثلا؟ فالبنت بترد عليه بتقول له انا عندي بعض المعلومات البسيطه، بس برضه مش هو ده الوقت المناسب اللي المفروض احكي لك فيه على كل حاجه، فاحنا لازم نستغل الوقت ده ونجمع اي حاجه احنا عاوزينها، لازم ننفذ الكلام اللي انت بتقول عليه، نجمع المخدرات ونشوف نقطه الضعف، لازم نتحرك في اسرع وقت ممكن. فشين فعلا بيقتنع بالكلام، بيقول لها انا خلاص انا ههتم بغيون، هقدر اوقفه عند حده، اما انت تقدري تساعدي جين والباقيين اللي في المكان. فالبنت بترد عليه بتقول له انت مفكر غيون على نفس مستواك في القتال او الرئيس اللي انت قتلته قبل كده؟ لا لا يا معلم، ده مختلف تماما، ده ممكن يقتلك ويخلص عليك، انت لازم تركز وتعرف انت بتعمل ايه كويس قوي. فده بيقول لها ما تقلقيش انا عارف كل حاجه، انا جمعت المعلومات وعرفت كل حاجه عنه بالتفصيل، وهي كلها اسبوع واحد بالظبط، اسبوع من التخطيط والعمل الجاد للفريق بتاعنا وهنقدر نخلص على امن الدي اس. ايوه انا هتخلص منهم من المدينه بالكامل. فالعيال اول ما بيسمعوا كده بيكونوا مصدومين مش مصدقين الكلام اللي هم بيسمعوه حاليا. اوبا هو شين ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي فعلا يحتل كل حاجه زي ما كان بيقول ولا غيون هيقدر يخلص عليه ويقتله؟ بعدها بيعدي الوقت سريعا بنروح لمكتب إدارة الأمن الدي اس. الأمن اللي واقفين على المكان بيكونوا مستغربين، بيلاحظوا إن في أحد الأشخاص داخل عليهم. أيوة هو جين يا صاحبي، بيكون مغير شكله، بيبدأ يقرب منهم أكتر. فواحد من اللي موجودين بيقول له ثواني بس يا عم، هو أنت حددت موعد علشان خاطر تيجي المكان؟ فالواد بيبتسم ابتسامة كده كأنه مش فارق معاه أي حاجة، بيقول له هو أنت مش عارف مجموعة الجي تي؟ ده عمي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة دي، أنت إزاي ما تعرفش كده يا راجل؟ فالعيال أول ما بيسمعوا كده بيستغربوا، بيقولوا احنا ما سمعناش بيها قبل كده، هو انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ فده بيقول لهم سبحان يا جماعه، هو انتوا مش بتقراوا الاخبار ولا بتشوفوا اي حاجه اليومين دول؟ انتوا لازم تتابعوا وتعرفوا كل حاجه، فيلا دلوقتي افتحوا لي الباب علشان خاطر اخش والحق اخلص المواعيد اللي ورايا. وبالفعل العيال اول ما بيسمعوا الكلمتين دول بيقتنعوا، بيفتحوا له الابواب على طول، والبنت بتكون واقفه وراه وبتتمنى له حظ طيب، بتتاكد كمان ان هو دخل بكل امان. وعلى طول دي بتكون بتتواصل مع شين، بتعرفه على كل اللي حصل وان هو كده خلاص دخل المكان. فشين هو كمان بيطمنها، بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، ده الشخص اللي معاكي ده مش سهل ابدا، ده هو محتال وخبير في كل حاجه هيعملها، اهم حاجه بس وبعرفيني على كل حاجه طول الوقت، مفيش اي تفصيله صغيره تعدي منك، كل حاجه توصل عندي اول باول. اما انا دلوقتي فخلاص هروح وهتصل بيكي بعدين. وده بمجرد ما بيقفل بيلاقي اللي دخلوا المكان بيدوروا على شين في كل حته، بس هو في الاساس بيكون قاعد بيراقبهم، بيفضلوا يسالوا في بعض يا ترى هو فين دلوقتي. ولكن دول قبل ما يكملوا اي حاجه بيلاقي اللي بينادى عليهم وبيخرج من قلب العربيه. فدول بيستغربوا جدا، واحد منهم بيقول له يا راجل ده انت شجاع جدا، برغم ان انت اتحذرت النهارده ان انت هتموت لكنك لسه زي ما انت موجود، ده انت كمان يا راجل لوحدك، مش شايف معاك رجاله موجودين في المكان، بس ما تقلقش انا هعوضك عن كل حاجه، انا النهارده موجود بدل القائد غيون، انا هتولى مهمه التخلص منك، استعد لكل اللي هيحصل فيك يا شين. وبرغم ان شين اول ما بيشوفه بيكون مصدوم لكنه مش بيبين اي حاجه، بيقول ايه ده بالظبط؟
الشخص ده ما كانش موجود على القائمة اللي انا دورت عليهم، انا ما اعرفش عنه اي معلومات نهائيا. فالظاهر كده ان القتال ده مش هيعدي بسهولة. لا، وبالفعل ده الواد بيكون ناوي يدشمله حرفيا، بيبتسم له ابتسامة شريرة كده، وشكل الموضوع هيكون دمار حرفيا. وقبل الواد ده ما يكمل كلام بيلاقي شين بيرد عليه بيقول له ما كفايه كلام بقى لحد كده، ما يلا يا عم توريني القتال اللي انت عاوزه، يلا قربوا عليا انتوا كلكم. فالواد بيبتسم ابتسامه شريره كده، بيأمر كل الرجاله دشملوه اضربوه كسروه حرفيا، انا مش عاوز حته سليمه فيه. وبالفعل كل العيال بينطلقوا عليه واحد ورا التاني بكل سرعتهم، محدش فيهم بيستنى، ضربات يمين في شمال، بس شين مش بيأثر فيه اي حاجه، بيتفادى كل الضربات، واحده تحت وواحده فوق ونازل فيهم دشمله. يا ابن اللعيبه ده بطلنا قوته مدمره يا جماعه، مش بيرحم اي حد فيهم نهائيا، بيكسرهم واحد ورا التاني. بيفضل القتال مستمر لحد ما اخيرا شين والراجل ده الاتنين بيهجموا على بعض. بيقول له ايه الملل ده يا راجل، هو انت ما زهقتش من القتال الميت ده؟ احنا عاوزين نشعل الدنيا دلوقتي بيناتنا احنا الاتنين، ده شكل القتال هيولع اكتر واكتر، الاتنين دول يا جماعه قوتهم من عالم اخر. فالواد هو كمان بيبدا يستفز فيه بالكلام، بيقول له احنا عاوزين نشعل الدنيا اكتر من كده، انت مش شايف ان القتال كده بقى ضعيف؟ احنا لازم نولعها اكتر من كده. كل الرجاله اللي في المكان بيقفوا ساكتين، وشين والراجل التاني ده نازلين ضرب في بعض بكل قوتهم، وشكل كده الدنيا هتولع النار شرار. بعدها وعلى الجانب الاخر بنشوف بطلنا جين بعد ما دخل لجوه، بيدخل لجوه بيبدا يشوف كل المكان، بيقول ان هو مكان جميل ومزدهر الظاهر كده. ده كمان بيقابل احد الاشخاص واللي بيبدا يقف يتكلم معاها، فدي طبعا اول ما بتشوفه بتكون مستغربه، تقول له انا ما شفتكش قبل كده، ما اعرفش عن الموعد اللي انت جاي علشانه. فطبعا جين مش بيفرق معاه اي حاجه، فهو محضر لكل كلمه المفروض يقولها، بيقول لها بالفعل فده اليوم الاول بالنسبه لي، انا عاوزه يكون يوم ممتع بكل النواحي، ده انا كمان محتاجه يا حد علشان خاطر يوريني كل حاجه في المكان، يدلني هعمل ايه بالظبط. فبالفعل دي بتاخده وبتبدا تتحرك معاه، وبالفعل بيروح يقعد مع احد الاشخاص، ودي بتحاول تتكلم معاه، لكن بطلنا طبعا بيكبر دماغه، مش عاوز يعمل اي حاجه نهائيا ولا يتكلم، فهو جاي ومركز في المهمه بتاعته، وبيبدا يفتكر التعليمات اللي اتقالت له قبل ما يدخل المكان. ودي لما قالت له اسال عن سوزي لما تدخل المكان، فهي دي كلمه السر، كلمه السر اللي هتعرفك كل حاجه. فده بالفعل بيقول سوزي، فالبنت اول ما بتسمع كده بتستغرب جدا، بتقول من سوزي دي؟ ده اسم غريب بالنسبه لي، ده كمان اسم احد الاشخاص اللي مش موجودين في المكان، بتحاول تهرب منه وما تعرفهوش اي حاجه. بس طبعا بطلنا بيشغل دماغه، بيطلع لها فلوس، بيقول لها ما تقوليش بس كده، انا عاوزك تركزي في الفلوس وتفكري مره تانية. بس دي برضه بتفضل تنكر زي ما هي، بتقول له انا مش عارفه انت ليه بتبحث عن احد الاشخاص اللي مش موجودين في المكان. وده برضه بيفضل يزايد زي ما هو، بيزود الفلوس اكتر واكتر، بيقول لها بالطريقه دي انت بكل تاكيد عارفه مين هي سوزي. فالبنت طبعا بتستغل الفرصه، لما بتلاقي المبلغ كتير بتاخد منه الفلوس، بتقول له استناني بس لمده 10 دقائق 10 دقائق وهتعرف كل حاجه بالتفصيل. فده بيقول لها خلاص تمام قشطه، بس اهم حاجه وهتاكل عليا الفلوس، انا مستنيكي دلوقتي. بعدها بنطلع لبره من جديد، بنشوف البنت دي اللي احنا لسه مش عارفين اسمها، واللي واقفه مع نفسها وبتفكر، بتلاقي اللي داخل عليها المكان، بتقول له هو انت خلاص جيت؟ واللي بنعرف ان هو ده يا جماعه ايوه بيوجين. بتقول له انا سمعت عنك كتير جدا، سمعتك منتشره في كل مكان، هو انت كويس؟ طمنا عليك دلوقتي. فده بيقول لها مفيش اي داعي للقلق، انا دايما كنت بفكر ان هو شخص ميت على اي حال، بس الاهم دلوقتي هم ليه تجرأ الرجاله دول ودخلوا المكان، انا مش فاهم اي حاجه، ده انا كمان مستغرب هم هيعملوا ايه بالمخدرات بعد ما يقدروا يحصلوا عليها كمان. فدي بتقول له انا ما اعرفش اي حاجه، مش فاهمه هم هيعملوا ايه بالظبط، ولكن الظاهر عليهم كده ان هم بيفهموا وبيخططوا لكل حاجه هيعملوها بالظبط. فده هو كمان بيستغرب لان هي مش فاهمه اي حاجه نهائيا، ودي على طول بتستغل الفرصه، بتقول له خلاص احنا هنأجل الكلام بيناتنا لوقت تاني، انا عاوزك بس بعد كده تروح لساحه الخردة، هناك هنعرف نتكلم وهنفهم كل حاجه. ولكن المفاجاه بقى ان هو بيرد عليها، بيقول لها ان هو هيواجه مشكله وصعوبه كبيره جدا لما يواجه غيون لوحده. فالبنت على طول بتفتكر، والصدمه الاكبر كمان بتلاقي الرئيس وكل الرجاله داخلين المكان، ايوه دول هم نفس الرجاله اللي المفروض يكونوا بيواجهوا شين دلوقتي. يا ترى هو ايه اللي حصل معاه دلوقتي؟ انا مش فاهمه اي حاجه نهائيا. بنسيبهم بقى وبنرجع للداخل من جديد، ايوه الرئيس بيدخل لجوه على طول، وبنشوف احد الاشخاص بيقابله، بيقول له الرئيس كيم هو انت هنا بالفعل؟ انت المفروض كنت تعرفنا ان انت جاي للمكان من وقت قبل كده. ولكن ده بنلاقي اللي بيضربه بالكوبايه اللي في ايده، بيقول له هو انا جاي هنا علشان خاطر العب؟ لا يا معلم انا جاي علشان خاطر الشغل بس مش اكتر. فده بيعتذر منه، بيقول له انا اسف جدا، انا اسف لان انا خليتك تاخر على كل حاجه. وبنعرف ان الشخص اللي قاعد ده اللي عمال يشخط وينطر ويعمل فيهم كل ده هو جاي
جاي هون وهو رئيس راعي البناء التابع ليون ديوك. وبعدها بنشوف الرئيس ديوك وغيون الاتنين بيبداوا يعتذروا من الرئيس هون، بيحاولوا يعتذروا ويبرروا الموقف، ولكن فجأة بيلاقي اللي بيضحك عليهم بيقول له يا راجل هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ هو انت فعلا كنت ناوي ان انت تعتذر؟ انا بهزر معاك يا راجل، يلا ما اقف على حيلك من جديد. ساعتها بنشوف احد الاشخاص اللي موجودين في المكان بيبدا يتكلم مع القائد هون، بيقول له انا عندي طلب صغير جدا. فطبعا الرئيس هون بيقول له اتفضل قول اللي انت عاوزه. فده بيرد عليه بيقول له ان في احد الاشخاص مزعج جدا في العمل بتاعه، مفتش تبع الحكومه، انا عاوزك تخلص عليه وتقتله، ريحني من وجع الدماغ. وفي الوقت ده غيون بيكون معاه كارت بيديه لاحد الاشخاص اللي موجودين في المكان، فبيشوفه القائد ديوك بيقول له بقى اتصل بيا على طول، انا هعمل لك كل حاجه انت تعوزها. وبالفعل بتبدا الناس تخرج من المكان واحد تلو الاخر. السيد هون بقى بيلبس البدله بتاعته بيبدا يتكلم مع القائد ديوك، بيقول له ان في احد الاشخاص واللي بنعرف ان اسمه كان غشان غسيوك خلاص تم اطلاق سراحه، خرج من السجن على اعتبار ان هو سجين نموذجي، انت لازم تتصرف في الموضوع ده، لازم الراجل ده يخلص قبل ما يوصل لهوام. زيد على كده كمان لازم تنظف المنطقه، نظف منطقه هوام بالكامل، فانت خدت وقت كبير جدا، الموضوع ما ينفعش يفضل مستمر على كده، ده احنا كمان عدى سنتين من ساعه ما قررنا ان احنا نستولي على هوام، فاحنا مش عاوزين الدنيا تبوظ مننا مره تانية، الموضوع ما جاش بالساهل، زي ما قلت لك احنا خدنا سنتين، فاحنا بكل تاكيد مش هنعيد الموضوع مره تانية، لازم نستغل الفرصه ونحافظ على منطقه هوام بكل شكل. وفي نفس الوقت كمان مش عاوز اي حد من الناس التانيين يفكر ان احنا بقينا ضعفاء دلوقتي، يحاولوا حتى ان هم يستولوا على المنطقه او يوقعوا العصابه بتاعتنا، فهي دي فرصتك الاخيره، اثبت كل حاجه انا بفكر فيها دلوقتي، ولو ما عملتش كده تقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. فبالفعل الرئيس ديوك بيقول له انا فهمت كل حاجه، خلاص اعتمد عليا، انا هنفذ كل حاجه انت بتقول عليها دلوقتي. وبعد ما القائد هون بيمشي من المكان بنشوف غيوم بيكون واقف من وراه بقى، بنشوف صاحبنا جين بيكون بيراقب كل حاجه بتحصل، بيقول انا جيت لحد هنا علشان خاطر الاقي المخدرات، ولكن اللي انا لقيته دلوقتي اكبر بكتير يا راجل. زيد على كده كمان ان الموقف اللي انا فيه حاليا خطير جدا، فانا في المكان لوحدي انما هم عصابه بالكامل، فلو اي حد لاحظ وجودي في المكان هيخلصوا عليا ويقتلوني، هيعرفوا كمان كل الخطه وكل المعلومات، فبكل تاكيد دلوقتي انا لازم اخرج من المكان، مش عاوز اي حد يشوفني نهائيا. بس ساعتها بقى بيلاحظ حاجه غريبه، بيقول ثواني بس، لما القائد غيون وباقي الفريق موجودين هنا في المكان، امال مين اللي مع القائد شين؟ هوبا هم فعلا غيروا الخطه ولا ايه الحكايه بالظبط؟ بعدها بنرجع للقائد شين من جديد، بنشوف المعركة مستمرة بين الفرقتين، الاتنين نازلين في بعض دشملة كل قوتهم، شين مش راحم اي حد فيهم نهائيا، نزل فيهم ضربات يمين وشمال محدش قادر عليه او حد قادر يوقفه، ده حتى كمان متسولين الشوارع بيكونوا واقفين مستغربين مصدومين لمقدار القوة اللي موجودة في المكان. وحتى واحد منهم بيبدأ يتكلم، بيلاحظ ان واحد بيطلع السلاح بتاعه وعاوز يهجم على شين، بينادي عليه بيقول له استنى بس، هو انت ازاي تجرؤ وتطلع السلاح بتاعك في المنطقة اللي انت مش منها اصلا؟ فطبعا كل اللي في المكان بيسمعوه بيقولوا له هو انت مين بالظبط؟ مين اداك الاذن تتكلم اصلا؟ فواحد من افراد العصابه بيكمل كلام بيقول له انت قصدك ايه بالكلام ده؟ هي دي المره الاولى اللي انت تشاهد فيها قتال بتاع عصابه؟ انت ارتكبت اكبر خطا في حياتك، وبوم ضربه قويه جدا بالطياره لبعيد، الواد مش بيرحمه نهائيا. وساعتها كمان بياخد باله بيقول له انت مش من احد العصابات الخاصه بديوك، فانت كده بتاكد لي ان انت واحد متشرد. وقبل ما يكمل تفكير بنشوف المعركة مستمرة بيناتهم، الراجل اللي اسمه جون ده يا جماعة مش رحم اي حد نهائيا، تعابير وشه بتتغير 180 درجة، بيكون فرحان جدا للمعركة، نزل ضربات قوية جدا يمين في شمال، شين بيحاول يقرا تحركاته كلها، فجون بيقول له كفاية لحد كده هروب، اثبت مكانك، وبوم ضربة قوية جدا برجليه، ولكن شين ولا بيتهز، بيقول له خلاص انت كده خلصت كل قوتك، خلصت كل تحركاتك، استعد للي هيحصل فيك دلوقتي. بينزل عليه بضربة قوية جدا بتجيبه في الارض، الواد بيكون مصدوم مش مصدق اللي بيحصل. اما شين بقى بياخد باله بيقول ده ايه الضعيف الكحان اللي جاي يواجهنا ده هو مش على نفس المستوى من غيون، لا اما الماله كان مكبرها في حق نفسه بيقول ان هو قوي. اما صاحبنا جون بيفضل مرمي زي ما هو في الارض فرحان بالمواجهه اللي اشتعلت اكتر واكتر، بيقول له استعد لان انا هنقض عليك دلوقتي وهخلص عليك واقتلك، انا مش عاوزك تبص ليا بنظره الشفقه من تاني، انا لازم انتقم منك على كل حاجه عملتها فيا دلوقتي. وبالفعل ده بيكون
بيستعد بيحاول يغفل صاحبنا شين، ومره واحده بيطلع السكينه بتاعته بوم ضربه قويه جدا. بس انت فاكر ان بطلنا شين هيحصل له حاجه؟ قولها معايا. لا لا مستحيل، ده بيتفادى الضربه بكل سهوله. بيقول له ايه الفرق يعني؟ هو انت كده مفكر ان انت زدت قوه ولا حاجه؟ يا ابني ده انت ضعيف وكحيان، انا هدشملك دلوقتي. بوم ضربه قويه جدا في نص وشه. جون بياخد ضربات يمين في شمال مش عارف هي جايه منين بالظبط. شين مش بيرحمه نهائيا، والواد الدم بيبدا يسيح منه، مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. وبيقول ايه ده؟ هو ازاي تحول لشخص تاني؟ انا مش مصدق عينيا، مش مصدق اللي بيحصل معايا دلوقتي. القتال كان عادي ومره واحده لقيته اتغير 180 درجه. اما صاحبنا شين بيفضل واقف زي ما هو ثابت. بيقول له هو ده كل اللي عندك؟ انت كده خلاص خلصت كل قوتك؟ بس ده برضه لسه عاوز ينتقم منه، بينقض عليه من جديد بس برضه بدون اي فائده ترجى. مش قادر يصيبه ولا يعمل معاه اي حاجه نهائيا. شين هو كمان بيمسك دراعه وخلاص هينزل عليه بالضربه القاضيه، ولكن فجاه بيلاقي اللي بيتكلم. بيقول له بعد اذنك انت ممكن تسيب الشاب ده علشان خاطر نمشي من المكان؟ ارجوك يا سيدي، عاوزينك تسيبه دلوقتي حالا. فشين مستغرب للكلام اللي بيحصل، وفجاه كمان بيلاقي اللي دخلت المكان بتقول له خلاص سيبه يمشي دلوقتي حالا، انا هفهمك كل حاجه بالتفصيل، ما تقلقش من اي حاجه. ده كمان بطلنا بيلاحظ ان بيوجين موجود في المكان، مش بيكون فاهم اي حاجه لكنه بينفذ كل الكلام. هوبا، هي الرجاله ناويه تخطط لايه بالظبط؟ فعلا هيتحدوا مع بعض ولا هيقتلوا بعضيهم ولا الموضوع هيوصل لحد فين؟ وبعد بطلنا شين ما بيهدي الدنيا فعلا، الاربعه بيقعدوا يفكروا مع بعض. بيوجين بيتكلم بيقول له هو انت لسه موجود ليه لحد دلوقتي؟ هو انا مش حذرتك المره اللي فاتت؟ مش قلت لك لو انا شفتك في اي مكان هخلصوا عليك وهقتلك؟ انت ليه لسه موجود؟ فجاه بنلاقي جين بيتكلم بيقول له بالفعل عن الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي حالا، مش المفروض الشخص القوي هو اللي بيقول الكلام ده؟ انت ليه دلوقتي بتتكلم؟ وزيد على كده كمان شوف مين اللي ظهر الاول، شوف مين اللي ظهر في المكان. بيوجين بيكون مستغرب جدا، ولكن جين ولا بيتهز، ده بيضحك كمان وبيقول له ما يلا يا راجل يلا دلوقتي هاتلني. ولكن ساعتها شين بيوقفه بيقول له استنى، انا عاوز اسمع كل حاجه هم هيقولوها، محتاج افهم كل اللي حصل وايه اللي هيحصل كمان. فالبنت ساشو بتقول له كل تاكيد من حقك تعرف كل حاجه، وانا كمان هقول لك هشرح لك كل حاجه بالتفصيل، بس اهم حاجه دلوقتي جاوبني على السؤال بتاعي. هو احنا دلوقتي لو قدرنا نتخلص من الرئيس ديوك وكمان خلصنا على الرئيس الاكبر هون واحتلينا كمان منطقه هوام، مين اللي هيقدر يتولى الامر بتاعها؟ مين اللي هيحكم المنطقه بالكامل؟ فشين ساعتها بيرد عليها بكل بساطه بيقول لها انا هديكم نص الحقوق من منطقه هوام، ولكنها في الحقيقه هتكون ملكي انا اللي هكون متحكم في كل حاجه. فبيوجين بيتعصب بينقض عليه وبيمسكه بيقول له بس الموضوع ده كده مش متناسق، مش مناسب معايا ابدا، هو انت عاوز تموت؟ بس ده قبل ما يكمل كلام بيلاقي جين بيمسكه بيقول له حاسب، هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ انت عارف مين اللي انت ماسكه حاليا؟ لو ما بعدتش عنه دلوقتي هخلص عليك وهقتلك. وبالفعل ساعتها شين بيفضل زي ما هو وبيزيح دراعه عنه. بيكمل بقى كلامه بيقول له انا اللي هكون المسؤول، انت بكل تاكيد عارف ازاي هو منصب خطير جدا، ما ينفعش اي حد يتولى المنصب ده. فلما بيوجين مش بيلاقي اي حاجه يقولها شين بيقول له كويس، هو ده اللي انا كنت متوقعه بالظبط، متوقع ان انت مش هتقول اي حاجه نهائيا. اما البنت ساشو بتقول له انا فاهمه كل حاجه انت عاوز تقولها، وزي ما قلت لك من شويه انا هشرح وهفهمك كل حاجه بالتفصيل. ساعتها الثلاثه بقى بيبداوا يركزوا اكتر واكتر. ساشو بتكمل كلام بتقول له كيم شين انت جيت لحد هنا لان انت عارف ان انو جينغ كان تابع لكانغ مين سيونغ، ولكن الظاهر كده ان انت ما كنتش تعرف كل حاجه. بالاضافه كمان لجينغ انا متاكده ان انت عارفه الشخص ده بالتحديد. فشين بيسمع الكلام ومش بيرد عليها. اما على الجانب الاخر بنشوف احد الاشخاص بتكون في احد الاماكن كمان الغريبه واللي مش عارفين هي فين بالظبط. بتقول في نفسها بتقول ليه بالظبط؟ ليه المفروض عليا افتح البيبان بنفسي؟ وبنعرف ان البنت دي تدعى ليري وهي كمان فنانه بترسم الوشوم، واما بالليل بتشتغل بدون ترخيص كطبيبه. بنعرف ان هي كمان في الوقت ده كانت مخلصه علاج لصاحبنا جون، وده بعد ما خلص بيشكرها بيقول لها انا مش عارف اقول لك ايه والله، انا كنت خلاص بموت حرفيا. فليري بترد عليه من جديد بتقول له انت رجعت تعمل نفس العمل من تاني صح ولا غلط؟ انا متاكده من كل ده وانا عاوزاك توقف كل اللي انت بتعمله، ولو ما عملتش كده هينتهي بيك الامر، هينتهي وانت ميت، محدش هيقدر ينقذك. ولكن على عكس المتوقع جون بيقول لها كفايه لحد كده، انا مش عاوز اسمع منك اي كلمه، مش عاوز ازعاج على الفاضي. وخلاص هيمشي من المكان بيلاقي اللي بيمسكه بيخبطه في الحيطه بكل قوته. ايوه ده غيون يا جماعه. بيقول له انت ليه رحت لمكب النفايات؟ هو انت حد امرك علشان خاطر تروح لحد هناك؟ ولكن جون بيرد عليه بيقول له ايوه انا
رحت علشان خاطر اخلص الشغل والعمل اللي انت مش قادر تخلصه، انت ضعيف وكحيان يا غيون. بس الصدمه الاكبر بيقول له انت شايف ان كده الموضوع هيعدي بالساهل، وانت كمان فاكر ان القائد ديوك هيسيبك تعمل كل ده من غير ما يعاقبك يا غيون؟ انت حرفيا هتلاقي نفسك في عداد الموت. بس غيون ولا بيتهز، بيقول له عادي مش هتفرق معايا اي حاجه نهائيا، اما دلوقتي روح علشان خاطر اشوف انا هتصرف ازاي، ولو شفتك في مره تانية اتدخلت في اي حاجه من غير ما حد ما يامرك انا هقتلك بكل تاكيد، هقتلك بايديا دول. فجاه بيلاقي اللي بتكلمهم كمان ليري بتقول لهم ثواني يا شباب، انتوا لو بتخططوا لمشكله او اي قتال يبقى لازم تمشوا من المكان دلوقتي حالا، انا مش عاوزه اي مشاكل هنا، كمان انا مش بخطط ان انا اعالج اي حد تاني، انا خلاص تعبت وعاوز اروح. وبالفعل ساعتها جون بيسيب غيون بيبدا يتحرك من المكان، بيقول له نفذ كل عملك بالطريقه الصحيحه، مش عاوز احس بخيبه امل فيك، انت نفذ كل الاوامر من غير ما تعمل اي حاجه. وبالفعل ده بيبدا يسيبه ويمشي من المكان كله. بنرجع بقى عند البنت ساشو من جديد، بتقول كيم دي جون هو التابع التاني، فكل اللي في المكان وانا نفسي بكون مستغرب لسه مش فاهمين اي حاجه. بس دي بتكمل كلام وبتوجه الكلام لشين، بتقول له الشخص اللي انت دخلت قصاده النهارده في قتال هو المقاتل جون، زيد على كده كمان ان هو في الاساس اخو غيون. بتكمل كلام وبتقول ان جون كان فرد اصيل من عصابه بوجين، كان فرد اساسي فيها، واخوه غون وانا كمان احنا الثلاثه كنا من افراد العصابه دي، كنا أصدقاء وكنا مع بعض طول الوقت. ولكن قبل 4 سنين من دلوقت بنشوف غيوم بيكون قاعد في الأرض بيفضل يترجى أحد الأشخاص اللي موجودين، بيقول له أرجوك ساعدني وتصرف، العصابة دي لو فضلت زي ما هي كده بكل تأكيد هيقتلوا أخويا ويخلصوا عليه. هو شال غوك رئيس عصابة بوجين في الوقت ده بالظبط. ساعتها الرئيس بيرد عليه بيقول له وأنا مالي، المفروض إن هو يحل كل المشاكل بنفسه، هي دي القاعدة بتاعة أفراد العصابة وبتاع منطقة هوام، وعلى طول بيأمر كل الرجالة اللي في المكان إن هم يخرجوه، ارموه دلوقتي بره حالا. وبالفعل ده بيعمل كده. الواد غيوم بيكون متعصب جدا، بيحاول يترجى فيه من تاني، بيقول له ان هو ضحى بكل حياته، ضحى بكل حاجه علشان خاطرك انت ازاي تسيبه بالطريقه دي؟ بس لا حياه لمن تنادي. ده بيلاقي نفسه اترمى لبره مش قادر يعمل اي حاجه. وفجاه كمان بيلاقي اللي داخل عليه المكان، بيقول له هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ من امتى واحنا بنطلب من اي حد المساعده؟ فاحنا الاتنين مع بعضينا هننتقم للي احنا عاوزين نعمله. وبنعرف ان الشخص ده هو بيوجين. هوبا، ده الدنيا كانت مولعه نار شرار من 4 سنين يا معلم. يا ترى هم ناويين على ايه بالظبط؟ بعدها بنروح لمقر عصابه الشرق، بنلاقي صاحبنا بيوجين بيكسر الباب وبيدخل على طول. بنلاقي ناس كتيره موجوده جوه بيكونوا مصدومين ومستغربين في نفس الوقت، هو مين ده بالظبط واللي داخل كده بقلبه الجامد؟ هو ما يعرفش هو احنا مين بالظبط ولا ايه؟ وساعتها بطلنا بيوجين بيدخل المكان، بيقول الظاهر كده ان في ناس كتيره موجوده في قلب المكان. بيكلم غيون على طول، بيقول له انا اهتم بكل اللي موجودين، اهتم انت بالمهمه اللي انت جاي علشانها. فده بيشكره وبيقول له يلا بينا على طول. الواد بينطلق عليهم بكل سرعته من عالم اخر يا جدعان. كل اللي في المكان بيكونوا مصدومين، بيقولوا هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هما الاتنين دول من فصيل بوجين ولا ايه الحكايه؟ احنا مش فاهمين اي حاجه، وللسبب ده احنا لازم نهجم عليهم ونقتلهم دلوقتي حالا. بس تقتلوا مين يا كحيانين؟ ده بطلنا مش جاي يهزر، لا بيضرب فيهم واحد ورا التاني بكل قوته، محدش قادر يلمسه، واي حد بيقرب منه على طول بيجيبه في الارض. ايوه قوه بطلنا من عالم اخر فعلا، نازل دشمله فيهم يا جماعه زي ما احنا شايفين. حتى غيون هو كمان اللي بيجي في طريقه بيدشمله حرفيا، بيهرب منهم واحد ورا التاني وبينطلق يكمل المهمه بتاعته. واثناء ما واحد من العصابه كان خلاص هيمسكه، بيوجين بيجيبه من رجليه، بيقول له رايح على فين يا حالتها؟ انت فاكرها بالسايب كده؟ لا مستحيل. وبكل قوته بيمسكه بيطيره لبعيد قوي، بس كل ما بيضرب حد فيهم الباقيين بيرجعوا من جديد. فعلى طول بيوجين بيبدا يتكلم، بيقول لهم انا عارف ان انا مش هقدر اخلص عليكم كلكم، ولكن انا عاوزكم تركزوا في كل كلمه هقولها دلوقتي حالا. اي شخص هيتقدم خطوه واحده لقدام بكل تاكيد قبل ما يقرب مني هخلص عليه واقتله. بس ده قبل ما يكمل بيلاقي كل اللي في المكان بيهجموا عليه. ايوه دول عاوزين يقتلوه وينتقموا منه على كل حاجه عملها. العيال بيكون باين عليهم التعب الشديد جدا، محدش مصدق كل اللي بيحصل في المكان. لا ازاي 2 بس وقدروا يخلصوا ويجيبوا في الارض كل اللي موجودين في المكان؟ وبرغم ان بيوجين بيكون خلاص تعب لكنه لسه مكمل قتال زي ما هو، نزل ضربات فيهم يمين وشمال، ولما واحد منهم بينزل عليه بضربه قويه بيحاول يصدها لكنه مش بيقدر يعمل اي حاجه. الواد خلاص بيقع في الارض منهار ومش قادر يعمل اي حاجه. وعلى طول بيبدا يحلل الموقف، بيقول احنا لو فضلنا في المكان اكتر من كده هيكون صعب علينا ان احنا نخرج من هنا. ايوه هيخلصوا علينا ويقتلونا، طيب ازاي هنقدر نعمل كل ده؟ وفجاه واحد من المكان بيبدا يوجه له الكلام، بيقول له انت دمرت المكان بالكامل،
بالكامل، احنا مستحيل نسامحك، مستحيل تخرج من المكان ده ماشي على رجليك، احنا هندشملك انت والراجل اللي معاك التاني. ولكن ده بعد ما بيكمل بيلاقي اللي دخل المكان ايوه هو القائد يون ديوك. بيقول له هو انت بيوجين؟ يلا امشي دلوقتي من المكان حالا، امشي قبل ما اخلص عليك واغير رايي. فعلى طول الواد بيقتنع بالكلام، بيبدا ينادي على غيون والاتنين بياخدوا بعضهم وبيبداوا يتحركوا من المكان. واثناء ما هم ماشيين بيوجين بيقول له هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ عرفنا اللي بيحصل يا غيون، احنا ازاي هنمشي كده من المكان؟ وكمان ده انت هتسيب اخوك في المكان من غير ما نرجعه. فده بيقول له ما تقلقش من اي حاجه، فهو كويس جدا هيفضل هنا لفتره من الوقت وهيرجع مره تانية. ده كمان بيعتذر منه على اللي ورطه فيه النهارده. بيوجين بيكون بيسمع الكلام ومش فاهم اي حاجه. وبعدها بنرجع لأرض الواقع من جديد، بنعرف إن غيون اختفى لفترة كبيرة جدا من الوقت، ولكن بعد مرور سنتين كاملين بنشوفه رجع من جديد، ولكن المرة دي رجوع مختلف. فهو أصبح الكلب الخاص بالقائد ديوك سيو. أيوة حياته اتغيرت بالكامل. فالبنت ساعتها اللي اسمها ساشو بتكمل كلام، بتقول الظاهر كده إن هو عمل كل ده علشان خاطر يفضل محافظ على حياة أخوه اللي موجود معاهم. وأثناء ما دي بتتكلم بيوجين بيقرب منها بيقول لها ما كفاية كلام لحد كده، أنت ليه مصرة تتكلمي عن حاجات ملهاش اي 60 لازمه؟ فساشو بترد عليه بتقول له ايوه انا لازما اكمل كلام، فهو المفروض يعرف كل حاجه. فاحنا عصابه البوجين وشين دلوقتي اصبحنا على نفس القارب، لازما يعرف كل حاجه. فالموضوع مش هيتحمل اكتر من كده، احنا لازم نساعد بعضينا باي شكل من الاشكال، لازما نخلص على مدينه هوان بالكامل. جين هو كمان بيسمع الكلام وبيكون عاجبه على الاخر، بيقول لها انت متحمسه جدا، حلوه قوي الكلام ده. بس برغم الكلام اللي قالته ساشو في المكان لكن بيوجين بيقول لها كفايه كده، هو انت مجنونه؟ ازاي تثق بمجموعه من الغرباء دخلوا بيناتنا دلوقتي حالا؟ انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ فدي بترد عليه بتقول له ده عدى وقت كبير جدا من ساعه ما ظهر الاشخاص في المكان، خلوا مدينه هوان بالكامل تعتبر ملعب لكره القدم بالنسبه لهم. ايوه محدش قدر يعمل معاهم اي حاجه لحد دلوقتي، ده حتى عصابه الفوجين مش هتقدر تعمل اي حاجه خلال الموضوع ده، احنا لازم نرجع مدينه هوام للموطن الاصلي. بيوجين بيسمع الكلام ومش عارف يرد عليها، وساشو بتكمل كلام بتوجه الكلام كمان لشين، بتقول له احنا هنفضل نساعدك بشكل مستمر، هنفضل مستمرين لحد ما نسيطر على مدينة هوان بالكامل، مش هنخلي اي عصابة تانية موجودة في المكان، والتمن طبعا انت عارفه هيكون نص حقوق هوان بالكامل، وبعد كده لازم تمشي من المكان بالكامل. فيلا عرفني جوابك دلوقتي على كل حاجة انا قلتها. شين بيسمع الكلام ولسه بيفكر، ولكن المفاجأة بيقول لهم انا موافق على كل حاجة اتقالت دلوقتي حالا. الاغرب من خلال بيوجين مستغرب ومش مصدق الكلام اللي سمعه، اما صاحبنا جين بيقول ده سيء جدا، انا عاوز امسك بيوجين ده اكسره حرفيا، ده واخد متعجرف، كل اللي عليه ان هو عاوز يبوظ الخطه بتاعتنا. ولكن ان جيت للجد انا متفاجئ جدا للبنت ساشو، متفاجئ لكل كلمه قالتها النهارده، ويزيد على كده كمان ان هي واثقه في نفسها جدا، واثقه في كل حاجه بتعملها. فشين بيرد عليه بيقول له انا مش حاسس ان السبب اللي خلاها تحكي الثقه بيناتنا، لا ده الظاهر ان في سبب تاني، والظاهر كده ان هو عن الشيء اللي موجود معاك. فده بيقول له بالتاكيد انا فعلا احضرته معايا، وعلى طول بيطلع حاجه من جيبه، ايوه ده اللي قدر يطلعها من المكان لما كان موجود في مقر العصابه. بيبدا يعرفه كمان وبيقول له ان الراجل ده كان موجود هناك. اما صاحبنا جين بيكون متضايق جدا، بيقول له انا مش فاهم اي حاجه، مش فاهم احنا ليه بنقضي وقت كبير علشان خاطر نخلص المهمات بتاعتنا، الموضوع بالنسبه لنا سهل، نقدر نخلص الموضوع في وقت صغير جدا. وعلى طول بيرمي له القطعه اللي كانت موجوده في ايده، بيقول له هو انت هتعمل ايه بالظبط؟ هتتصرف ازاي؟ هو انت لازم تبعتها للسيد فعلا؟ وعلى طول بيقول له اتصل بكروت. وعلشان نفهم معنات كروت يا صاحبي بنعرف ان معناتها بالكورية تعني الحيوان الخالد، وده بيدل على حاجة تانية ان الشخص ده يلقب بلقب الخالد. بعدها بنلاقي شين بيتكلم وبيقول دلوقتي خلاص انا عرفت كل حاجة، عرفت ايه هو اللي كان بيتكلم عنه سيونغ بالظبط. اوبا، هو كده شين هيكون ناوي على ايه بالظبط؟ هل هيقدر مكمل زي ما هو وهيرجع مدينة هوام، ولا سيونغ هيقدر يوقفه؟ بعدها وتاني يوم بنشوف القائد غيون بيكون واقف في وسط الشارع، بيكون واقف يفكر مع نفسه، بيقول كمان ان الشخص ده مش بيوجين، لا بس على كل حال هو اكيد هيتراجع، يعني مش هيفضل مكمل في كل اللي بيعمله ده بكل تاكيد. ولما بيفتكر كمان اللي حصل في ايد اخوه بيقول ازاي ده بيحصل؟ ده مستحيل يكون الشخص اللي انا قابلته هو اللي عمل كل ده، ما كانش ظاهر عليه ان هو بالقوه المفرطه دي. واثناء ما هو بيفكر بيلاقي اللي داخل عليه المكان، بيقول له صباح الخير يا سيدي. فده بيكمل ماشي زي ما هو، بيقول لهم
لهم يلا بينا، فاحنا هنعمل جولة في المكان بالكامل، هنشوف اللي بيحصل في المدينة كلها. واثناء ما هم ماشيين غيوم بيقف قدام مشكلة بتحصل في المكان. مجموعة من الناس ماسكين راجل عجوز ونازلين فيه ضرب بكل قوتهم. الراجل العجوز بيحاول يترجى فيهم، بيقول لهم ادوني بس شوية من الوقت، كلها شوية وقت وهرجع لكم الفلوس بتاعكم من تاني. ولكن دول برضه مش بيستنوا، نازلين ضرب فيه بكل قوتهم. الراجل العجوز يعني بيتدشمل، مش قادر يعمل اي حاجة، وكل اللي نازل عليه ان هو بيترجى فيهم. بيقول لهم الشهر الجاي هرجع لكم الفلوس بتاعتها، انا عاوز بس الوقت مش اكتر. فواحد منهم بيديله ضربة قوية جدا، بيقول له ازاي يعني، ما انت الشهر اللي فات قلت الكلمتين دول برضه، يبقى ازاي هتدينا الفلوس الشهر الجاي؟ رئيس العصابة بقى بيفضل يشتم فيه بألفاظ بلس 18. بيقول له انت هتفضل زي ما انت كده، مش هتحرم من كل اللي احنا بنعمله فيك، ده انت يا راجل كمان جسمك نحس من كتر الضرب، ما فيكش حتة تتضرب فيها تاني. الرئيس مش بيقف مكانه، لا ده بوم ضربة قوية جدا في وش الراجل العجوز، بيجيبه في الارض ومش قادر يعمل اي حاجة. الراجل العجوز يعني بيكون مرمي في الارض، مناخيره عماله تجيب في دم، شعره كمان اتقلع من مكانه، حاله بقى يصعب على الكافر حرفيا. ولا وكمان رئيس العصابة بيكمل بيشد من شعره من تاني، بيقول له اسمع كل كلمة هقولها لك دلوقتي، لازم تفكر في كل حرف، انت لازم تدفع الفلوس اللي عليك، ادفع كل حاجة واللي هناخد منك الدكان بتاعك. ولسه خلاص هينزل عليه بضربة قوية جدا، بيلاقي اللي بينادي عليه، ايوه ده الرئيس غيون، بيقول له وقف كل اللي انت بتعمله ده، انا هبدأ اتولى الامر من النقطة دي بالتحديد. فده بياخد باله، بيقول المدير، بيقول له هو انت فاكر ان انا عاوز اسيب الموضوع يعدي بالسهولة دي؟ لا مستحيل، ده لولا ان هي مش منطقتي كنت هتصرف فيها براحتي، بس نصيبك ان انت موجود، وغير كده وكمان ان انت كل مرة بتقول نفس الكلمتين، مش بتعمل اي حاجة والرئيس بيبعتني من تاني. فغيوم بيسمع الكلام بيتضايق، بيقول له كيم هيوك انا قلت لك ان انت تمشي من المكان دلوقتي حالا. فده بيسمع الكلام كده وبيقول له سمعا وطاعة، بياخد بعضه وبيبدأ يمشي من المكان، وبيقول له في كل مرة بتيجي للمكان بفتكر ان انا وانت في نفس القارب، لازم اسمع كلامك وانفذ الاوامر، ولكن برضه انت المفروض عليك تنفذ المهمة بتاعتنا، ترجع الفلوس وكل حاجة تخصنا. وبالفعل بياخد بعضه وبيبدأ يمشي من المكان. غيون بيكون واقف قدام الراجل العجوز، بيقول له هو انت بخير؟ بيقول له هتقدر تقف على رجلك من تاني؟ انت بخير ولا لا؟ فالراجل العجوز بيقول له انا مش محتاج الشفقة بتاعتك انت، فانت في الاول وفي الاخر انت مش هتكون مختلف عنهم، انت كده كده هتكون زيك زيهم. فالراجل اللي مع غيون بيقول له ازاي تتكلم كده مع المدير بتاعنا؟ ده المفروض كمان ان هو بيساعدك. بس على اخر ثانية غيون بيوقفه، بيقول له خلاص كفاية لحد كده، احنا لازم نمشي من المكان حالا. وعلى الجانب الآخر بنشوف صاحبنا شين بيكون قاعد وبيستعد، بيجهز الخناجر وكل المعدات بتاعته علشان خاطر المعركة. بيبدأ يفتكر كمان ذكريات من الماضي، واللي الظاهر كده إن هي ذكريات هو وأبوه. بيقول إزاي هقدر أهزم كل الأشخاص اللي موجودين في المكان؟ فده بيرد عليه بيقول له أنت هتقدر تعمل كل حاجة، بس الأهم دلوقتي إن أنت تبني قوتك الخاصة. في كتير من المهارات تقدر تتعلمها في وقت قصير جدا، وده لأن أنا مش هقدر أساعدك أكتر من كده، لازم تقدم أفضل حاجة عندك أنت. وبرغم كمان ان انا ما قدرتش اعملها، لكني واثق ان انت هتقدر تنفذ كل المهارات، هتقدر تطور من قوتك وهتوصل لمستوى تاني. ولو كان ده هدفك بكل تاكيد هتهزم كل الاشخاص اللي موجودين في المكان. بعدها بنرجع لارض الحاضر من جديد. الواد بيكون قاعد كده ومركز مع نفسه، وفجاه جين بينادي عليه بيقول له خلاص هم وصلوا المكان. بيقف يتريق كده وبيقول له انت سريع جدا يا راجل، برغم ان انت رجلك صغيره لكنك سريع. وايوه يا جماعه زي ما توقعته، ده هو صاحبنا كروت. بيدخل المكان وبيبدا يتكلم، بيقول بالتفكير ان انا كنت هقابلك في كوريا، فمر وقت كبير جدا من اخر مره شفتك يا راجل. فشين بيرد عليه بيقول له ايوه لان في امور كتير جدا اتغيرت، وبيقول له كمان انا فعلا ما شفتكش كمان من مده طويله جدا يا كروت. اما صاحبنا جين بيتضايق جدا، بيقول له ايه يابا هو انا شفاف لازم أنا احرك شفايفي عشان تشوفني يعني؟ بس برغم الكلمتين اللي هو قالهم دول لكنه بيتجاهله بالكامل. وكروت هو كمان بيوجه كلامه لشين، بيقول له بالفعل انا اخر مره شفتك فيها كانت من سنه او 3 كمان. فشين على طول بيدخل في صلب الموضوع، بيقول له هي كوريا مناسبه بالنسبه لك؟ عجبك المكان للدرجه دي علشان خاطر كده انت مقيم في المكان؟ فده بيبتسم كده وبيقول له فعلا ده عجبتني قوي يا راجل، ده انا كمان عندي اعمال بشكل كبير قوي، بجمع المال من كل مكان بشكل لا حصر له، والشكر الاساسي للحارس اللي واقف ورايا، ايوه هو اللي ساعدني في كل حاجه. فجين بيستهزأ بيه بيقول له يا راجل انا اول مره في حياتي اشوف قاتل وعنده حارس شخصي كمان، عجبا ليك يا كروت. المهم كروت بيرد على شين بيقول له على كل حال عرفني ايه السبب الرئيسي اللي خلاني
اجي لحد هنا، عاوزني اساعدك في ايه بالظبط؟ فعلى طول جين بياخد حاجه كده وبيرميها على طول لكروت، والشين بيقول له عرفني هي جت منين بالظبط. فده اول ما بيشوفها بيقول ان دي حاجه اسمها فيكا، وفيكا باللغه اليابانيه يا صاحبي هي تعتبر وقت الشاي. وشين بيقول له يعني انت عارف بامر الموضوع؟ ساعتها كروت بيرد بيقول له انت مش مهتم بالمنطقه دي، وعلشان خاطر كده هي بتقدم لك حاجه انت ما تعرفش عنها اي حاجه، والحاجه كمان اللي انت اديتها لي دي مشهوره جدا في روسيا بالتحديد، وغير كده وكمان هي بتنتمي للشخص ده. فجين اول ما بيسمع كده بيقول بايسون. الاتنين بيترسم على وشهم الصدمه، ايوه محدش مصدق، والظاهر ان بايسون ده وراه حكايه كبيره قوي يا جدعان. ولحد هنا صاحبي بيخلص فيديو النهارده، فيا ترى مين هو بايسون ده واللي كمان بالتحديد ظهر في الوقت ده؟ وهل شين هيقدر يتعامل معاه ولا الموضوع هيوصل لحد فين؟ كل دي تساؤلات هنعرف اجابتها في الفيديو اللي جايه، فلو عاوز الجزء الجديد اكتب لي تحت في الكومنتات. اما لو وصلت لحد هنا يا صاحبي فانا حابب اشكرك من كل قلبي، واهم حاجه اشترك في القناه، فعل زر الجرس علشان يوصلك بكل فيديو اشعار، ويلا اشوفك على خير وفي امان الله. سلام يا دحيح.